كل حاجة بدأت مع الشاب نوافومي وهو طالب جامعي في سنة تانية، واللي بيحلم حلم غريب بس بيتكرر. وفي يوم بيروح المكتبة عشان يقرأ الروايات الخفيفة اللي بيحبها، لكن فجأة بيقع عليه بالصدفة كتاب بيحكي عن الأبطال الأربعة اللي بينقذوا العالم من موجات كارثية، وإنهم بيجوا من عالم تاني عشان يحموا العالم، وكل واحد فيهم بيشيل سلاح غير التاني. واحد بيشيل السيف، والتاني بيشيل الرمح، والتالت بيشيل القوس، والرابع بيشيل الترس أو الدرع. لكن فجأة بتحصل حاجة غريبة، وبيطلع نور قوي جدا من الكتاب وبيفقد الوعي بعد كده بيفوق، بيلاقي نفسه على الأرض قدام مجموعة بترحب بيهم. بيكون هو والتلاتة اللي معاه، وبيطلبوا منهم انهم ينقذوا عالمهم، وانهم يستدعوا الأبطال الأربعة بطقوس خاصة، وبكده أصبحوا هم الأبطال الأساطير في العالم الجديد. لكن التلاتة اللي معاه اعترضوا على الطريقة اللي جم بيها، وكمان انهم ما خدوش إذنهم وموافقتهم على الموضوع ده، وبدأوا يساوموهم على المكافآت والمناصب. فبيقترح عليهم المندوب انهم يقابلوا ملك البلاد ويتناقشوا معاه في كل اللي عايزينه. فعلا بعدها بيروحوا يقابلوا الملك اللي بيرحب بيهم وبيعرفهم بنفسه، وبيكون اسمه ميلر ملك بلاد ميرلوك. وبدأوا الأربعة يعرفوا نفسهم على الملك، وكان صاحب السيف اسمه رين وعنده 16 سنة، طالب بالمدرسة الثانوي. وموتو صاحب الرمح 21 سنة وده طالب جامعي. وصاحب القوس اسكي 17 سنة وطالب ثانوي. وأخيرا بطلنا حامل الترس نوافومي 20 سنة واللي بيكون طالب جامعي. وبيبلغهم الملك بوجود موجات دمار هتيجي على العالم ده زي ما جت قبل كده، ولكنهم قدروا يتصدوا ليها. لكن الموجات اللي جايه المره دي صعبه جدا، ولازم الابطال الاسطوريين الاربعه هم اللي يتصدوا ليها. وكمان بيعرفوا ان عندهم شاشه حاله بيشوفوا فيها مستواهم وقدراتهم وطاقتهم، وانهم دلوقتي في المستوى الاول وقوتهم ضعيفه، ولازم يخوضوا مغامرات عشان يطوروا الاسلحه اللي معاهم. وفي نفس الوقت مش هيقدروا يشتغلوا مع بعض، لان الاسلحه اللي معاهم قوتها بتقل لما بتكون قريبه من بعض، ولازم كل واحد فيهم يشتغل لوحده. وبياخدوهم على اوضتهم عشان يستريحوا النهارده ويبتدوا الشغل من بكره. وبيبداوا يبصوا على شاشه الحاله بتاعتهم، وبيتفقوا ان هم يزودوا قدراتهم عشان يطوروا السلاح اللي معاهم. وكمان بيكتشفوا ان هم مش جايين من مكان واحد، دول جايين من اماكن متوازيه وكلهم مش من عالم واحد. لكن نوافومي بيقرر انه يبذل اقصى جهده عشان يخوض المغامره كلها لاخرها. وبيرجعوا تاني يوم للملك عشان يشكلوا فرقهم اللي هيحاربوا بيها، بس كل واحد هيختار واحد من الابطال الاربعه ويقف وراه. وبيلاقي نوافومي نفسه من غير حد ومحدش اختاره عشان معهوش سلاح. ولما بيعترض بيلاقي ان في فتاة اختارت انها تبقى معاه، وهم هيدوروا بعد كده على بقية الفريق. وبدأوا يديهم الفلوس اللي هيبدأوا يشتروا بيها مستلزماتهم الضرورية عشان رحلتهم. وبدأوا يتعرفوا على بعض اكتر، وبيعرف ان اسمها ماين اللي بتاخده لجولة في السوق، وكمان لمحل سلاح عشان يشتروا سلاح مع الدرع. لكن بيكتشف لما بيجي يمسك السلاح انه مش مسموح له الا بعد ما بيطور مستواه. لكن صاحب محل الاسلحة بيقول له ان الدرع فيه مقدار كبير من الطاقة، عشان كده نوافل يقرر انه يشتري درع يلبسه. وبعدين بتاخدوا ماين عشان يزودوا مستواهم ويحاربوا الوحوش، وبياخد الغنائم عشان يبيعها ويكسب منها ويطور مستواه. وبيرجعوا بعد كده لمحل الاسلحه، وبتشتري ماين بعض مستلزمات القتال باسعار عاليه عشان تصبح اقوى وتزداد الغنيمه اللي تحصل عليها. وبيوافق نوافومي وبيروحوا عشان ياكلوا في مطعم، وبيحطوا خطه لتاني يوم. وبيطلع عشان ينام وبيحضر نفسه لتاني يوم، لكن لما بيصحى بيلاقي ان فلوسه وهدومه اتسرقوا، وفي نفس الوقت ماين اختفت. وبيحاصروه فرسان الملك لان الملك عايزه. ولما بيروح بيلاقي نفسه في محاكمه لان مايت ادعت انه حاول يعتدي عليها، والملك بيقول له ان عقوبه الكلام ده الاعدام، لكن مش هيعدموه عشان هو واحد من الابطال الاربعه، ولكنهم هيستنوا بعد ما يخلص مهمته، وبعد كده هيبصوا في الموضوع بتاعه. وفي الوقت ده نوافومي بيعرف ان ماين كانت بتخدعه طول الوقت لسبب مجهول، وكان هدفها تدميره. وهنا بيحس نوافومي ان كل الناس بعدت عنه والموضوع اصبح سيء، وكمان مش قادر يرجع مره تانية، ولازم يكمل مهمته هو والابطال الثلاثه اللي معاه. عشان كده الملك مرضيش يسجنه، وبيقرر نوافومي ان يعيش لوحده ويطور قدراته لوحده، لحد ما بيقابله تاجر السلاح اللي بيديله هدوم مناسبه بدل الهدوم الغريبه اللي لابسها. وراح الغابه عشان يحارب البوالين البرتقاليه طول الليل لحد ما وصل مستواها للمستوى الثاني، وبيرجع السوق تاني عشان يبيعهم. لكن حاول التاجر انه يخدعه، وهنا بيستعمل معاه نوافومي القوه نتيجه خداعه، وسلط عليه الكائنات البرتقاليه. وبيرجع لتاجر السلاح وبيديله فلوس الزي، وبيروح الغابه وبيطور الترس بتاعه للمستوى اللي بعد كده، وخلاه ترس ورق الشجر اللي بيحسن بيه النباتات وبيزيد جودتها. وبدأ يبيع النباتات الجديدة ويكسب منها فلوس كتير. وهنا حاول بعض المحتلين انهم يطمعوا فيه ويضحكوا عليه عشان ياخدوا الفلوس، لكن بيفرض عليهم شروطه. ولما بيحاولوا انهم يضربوه بينتصر عليهم، لكن كلها كانت قدرات دفاعية من غير هجوم. وهنا بيبدأ يفكر يهجم ازاي بعد كده، لحد لما بيقابل شخص بيقول له ان هو هيديله بعض الخدم اللي بيتاجر فيهم عشان يساعدوه في رحلته. ولما بدأ يشوف الخدم اللي عنده بيتفاجئ ببنت في وسط الخدم، وبيبدأ يوريه العينات
الحيوانات اللي عنده بمستوياتهم العاليه وبراعتهم في القتال، لكن اسعارهم بتكون عاليه جدا. لكن نوفومي بيقرر انه يشتري البنت اللي هو شافها وصدهش تتاجر، والبنت نفسها بتكون مستغربه، وبيعرف بعد كده ان اسمها رفتاليا، وبياخدها وبيرجع محل السلاح عشان يشتري لها سلاح تقدر تستخدمه، وبيحدد ليها مهمه انها تقاتل الوحوش البرتقاليه بالنيابه عنه عشان مستواهم يزيد. عشان كده سجلها كشريك وليس كخادم، وبياخدها بعد كده المطعم عشان ياكلوا، وبعدين بيروحوا الغابه عشان يقتلوا الكائنات ويكتسبوا ويطوروا من مستواهم. وبتساله هو مين، بيقول لها انه احد الابطال الاسطوريين الاربعه، وبيتفاجئ انها عارفاهم لان ابوها زمان وهي صغيره قال لها انها لما تكبر هتقابل مقاتل الترس، وبيديها نوفومي دواء عشان كانت تعبانه، ولما بتنام بتحلم بكوابيس وبيضطر يصحيها عشان تهدى، وبيبدا يتعاقد على بيع الادويه اللي هو هيعملها من الاعشاب اللي بيحسنها، وكمان بيجيب لها كرة عشان تلعب بيها بعد الشغل، وبيروح يأجر غرفة عشان تنام فيها في الفندق، وبيروحوا بعد كده مع بعض في كل حتة وبيعتني بيها، وهي بتقاتل بحماس والمستوى بيعلى شوية بشوية، لكنها بتواجه أرنب وما بتقدرش تقتله عشان بتخاف من الدم، لكن نوفومي بيجبرها ان هي تقتله. فعلا بتقتله ومستواهم بيزيد، وبيرجع لمحل السلاح عشان يشتري سلاح اقوى، وبياخد السيف القصير وبيروحوا على قرية العود عشان يبيعوا الأرنب، وبيسألوا عن مكان يقدروا يزودوا فيه قدرتهم. فعلا بيدلوهم على منجم الفحم لانه ظهرت فيه وحوش ضخمه، وممكن لو قدروا يتصدوا ليها مستواهم يعلى ويكسبوا منها كتير. وهنا نوفومي بيبدا يطور مهارات الترس بتاعه بمهاره ترس الهجوم الهوائي، وبياخد رفتاليا وبيطلعوا على منجم الفحم عشان يشوف الوحوش اللي هناك اللي بدات تظهر وسط فزع رفتاليا، واللي كانت مصدومه من الوحش اللي شافته لان ده اللي قتل كل قريتها بما فيهم ابوها وامها. عشان كده نوفومي بيامرها انها تقتله وتقضي عليه عشان تتخلص من الكابوس اللي مسيطر عليها، وكمان عشان مستواهم يعلى جدا ويقدروا يصدوا للموجات الكارثيه اللي مستنيينها. وفي الوقت ده بدا الكلب المفترس انه يهاجمهم، وهي مش قادره تتحرك، لكن بتشوف ان الكلب هيقضي على نوفومي فبتتحرر من خوفها وبتهاجم الكلب وبتضربه وبتقضي عليه. وهنا مستواهم بيعلى بعد ما كانوا كونوا فرقه متجانسه هي المسؤوله عن الهجوم وهو عن الدفاع. وبعد اسبوع من المعركه دي بنشوف ان درع نوفومي اكتسب مهارات كتير، وكمان رفتاليا بقت متناسقه ومتجانسه جدا في فريقها مع نوفومي، وبيرجعوا محل السلاح تاني عشان يشتروا درع اقوى لنوفومي وسيف جديد لرفتاليا. لكن صاحب المحل بيقترح انه يعمل له بدله مخصوص يلبسها كدرع وهياخدها تاني يوم. فعلا بيسلموا الدرع البربري وبيلبسه وبيعجب بيه جدا. في نفس الوقت بيحس ان اهل القريه بداوا يتوتروا لان الموجه الكارثيه قربت تيجي، وبيقابل الابطال الثلاثه اللي بيتعرفوا على رفتاليا اللي بياخدها نوفومي وبيمشي من المكان. وبيجي اليوم اللي هتبتدي فيه موجه الكارثه، ورفتاليا بتشكره على كل اللي عمله معاها وانها مبسوطه انها شافته وتعرفت عليه، وبتوعده انها هتكون سيفه اللي هيحارب بيه. وبيبدا العد التنازلي للموجه الكارثيه وكله مترقب ايه اللي هيحصل. وبتبدا الموجه وبيقرر نوفومي انه يروح لقريه العوب بسرعه عشان يحمي اهلها، وبيأمر رفتاليا انها تساعد القرويين انهم يخلوا القريه، وهو هيشغل ويجذب انتباه الاعداء لحد ما تخلص مهمتهم. فعلا بيشتبك معاهم بالترس اللي معاه لانهم بيكونوا شبه الزومبي. في نفس الوقت رفتاليا بتبدا تدل اهل القريه على الطريق اللي هيمشوا فيه، لكن نوفومي بيشوف ان عددهم كتير جدا فبيضطر يستخدم ترس الهجوم الهوائي، وبيستخدم برجة عشان يتعامل من فوق، لكنه بيلاقي الاعداء بدات تلاحقوا على البرج فبيضطر انه يشعل فيه النار وبينط من فوق. لكنه فجاه بيتفاجئ ان اهل القريه رجعوا تاني وسابوا رفتاليا وقرروا انهم يقاتلوا معاه بعد ما شافوا شجاعته وبسالته وهو بيحارب لوحده. فبدا ينظم الصفوف في الوقت اللي بيتصدى لوحش ظهر فجاه، وهنا بيتدخل اهل القريه في التصدي للوحش ده وبيقدروا انهم يقضوا عليه. وكمان بيجي حراس المملكه وبيشوفوا تناسق بين رفتاليا ونوفومي اللي بيقول لهم انهم يتخذوا تشكيلاتهم عشان يتصدوا لوحوش الموجه الكارثيه، فبينفذوا التعليمات وبيقرروا انهم يساندوا نوفومي بطل الترس ومعاه رفتاليا، وبيهاجموا معاه وحوش الموجه وبيقتلوهم لحد ما انتهت الموجه بسلام. وهنا الابطال الثلاثه التانيين فاكرين انهم انتصروا من غير مساعده نوفومي وبيروحوا على الملك عشان ياخدوا مكافئتهم. في نفس الوقت نوفومي ورفتاليا واقفين مع اهل قريه العود اللي بيشكروهم انهم كانوا السبب في انقاذهم وحمايتهم للقريه، وبيشكر نوفومي رفتاليا على كل اللي عملته معاه. وبيحتفل الملك بالابطال الاربعه في حفله كبيره، وفيها نوفومي اكتشف ان هو ممكن يسجل اشخاص تانية على اللوحه ويقدروا يتنقلوا معاه بالانتقال الاني في اي مكان يروحوا. لكنه بيتفاجئ ببطل الرمح المقاتل موتو بيطلب منه انه يبارزه اثناء الحفله، ولو كسب هياخد منه رفتاليا. بيحاول نوفومي انه ما يدخلش في صراعات ومشاكل، لكن الملك بيأمره انه يقبل التحدي وهو بنفسه اللي هيشرف على التحدي ده. وبيبدأ موتو يواجه نوفومي في ساحه النزال، وكل واحد فيهم بيستخدم اسلحته، لكن من الواضح ان نوفومي في طريقه انه يكسب الجوله دي. لكن فجاه بتهاجمه مايم من ظهره في حركه غدر، وهنا بيستغل موتو اللي حصل وبيهاجم نوفومي برمح البرق بتاعه وبيوقعه وبيعلن
بيعلن انتصاره. الملك بعدها بيعترف بانتصاره رغم اعتراض ناوفومي على تدخلات غير الشرعيه في الصراع، وبيعرف ان ماين هي ابنه الملك، وعشان كده الملك كان بيساعدها في الحيله اللي عملتها. وكمان اخدوا منه رفتاليا رغم اعتراضها لانه ما اجبرهاش على اي حاجه. وكمان البطلين التانيين بيواجهوا ماين ان هي استخدمت قوتها عشان تدعم موتو، وانهم شافوا ده وبالتالي المبارزه كانت باطله. بتروح رفتاليا لناوفومي اللي كانت حالته النفسيه سيئه ومش عارف كل ده بيحصل ليه، بتدعمه وبتقوله انها هتفضل سيفه وانها هتفضل جنبه ومش هتغير رايها. وبنشوف الملك وهو بيوزع مكافآت على الفرسان الاربعه، وبياخد ناوفومي الفلوس وبياخد رفتاليا، وبيروحوا لتاجر الخدم وبيشتروا منه فيلو، وبتكون بيضه لطيور كبيره ممكن تجر العربه وممكن تقاتل معاه. وكمان بياخد كتاب ادويه حديث، وبيروح لحكيمه القريه اللي انقذ حفيدتها في قريه العود، وبتديله كتاب قدرات يدرسه كويس، لكن هو مش بيعرف يقرا الكتاب باللغه بتاعه العالم ده. وبما ان لسه فاضل شهر على الموجه اللي جايه، فقرر ناوفومي ان يعزز مستوياته ويتدرب بكثافه ويبدا يتعلم لغه العالم الجديد. وبتفقس البيضه وبيطلع منها طائر صغير، لكن مستوى النمو بتاعه كان عالي جدا، وبيسميها فيلو. وبيشوف ماين وهي داخله القريه وبتقول ان في قرار ملكي ان موتو هيبقى حاكم المنطقه دي نظرا للي عمله في الحرب اللي فاتت، وكمان هيفرضوا ضريبه على الناس عشان اعاده اعمار المملكه. والناس مش بتوافق على الكلام ده لانهم فقراء اصلا وما عندهمش مقدره يدفعوا. لكن ناوفومي بيقف في صف الناس اللي بيرفضوا موتو، وبتتحدى ماين ناوفومي في سباق، واللي هيكسب هيسيطر على القريه. والسباق عباره عن 3 دورات حوالين القريه، واللي هيوصل البوابه الاول هيكون هو الفايز. وبيبداوا السباق وبيركب ناوفومي الطائر بتاعه، وموتو بيركب التنين. وبيبداوا السباق لكن الخيانه بتستمر، وبيعملوا عراقيل قدام ناوفومي والطائر بتاعه فيلو. بيعملوا حفره وكمان بيبطئوه في الحركه عشان موتو يكسب. وفي الجوله الثالثه بيسرع التنين، لكن للاسف التنين بيقع في الحفره اللي عملوها في اول دوره. وبكده ناوفومي بيفوز بالسباق، وبيديله حكيم القريه عربيه هديه مكافاه وبيجرها فيلو. وبيقرر ناوفومي ان يكمل الرحله بالعربيه دي، وكمان معاه رخصه تاجر رحال اللي كان واخدها من القريه عشان تعفيه من رسوم التنقل. ولما بيجي الليل بيبداوا يناموا في معسكرهم، لكن لما بيصحوا بيلاقوا بنت تانية معاهم، وناوفومي ما بيكونش عارف هي مين. ولما بياخدها ناوفومي لمحل السلاح بيكتشف انها الطائر اللي معاه، وكانت متحولة لشكل الفتاة دي. وكانوا عايزين يشتروا هدوم تنفع الفتاة والطائر في نفس الوقت، عشان كده راحوا الخياطة اللي بتقول لهم ان المكنة عطلانة والخيوط شوية ولازم يستنوا. عشان كده قرروا انهم يقوموا بجولة عشان يكسبوا بعض الفلوس. لكن وهم ماشيين بيقابلوا شخص بيطلب منهم يركب معاهم عشان يوصل الدواء للقرية اللي ورا الجبل، وبياخدوا ناوفومي وراه على الطائر من غير العربية عشان يوصلوا بسرعة. وفعلا بيوصلوا للقرية وبيخشوا على المريضة وبيديها الدواء، واللي بتخف اول لما بتاخده، وبيكافئوا ابن المريضة وبيشكره وبيرجع تاني. وبيوصلوا القرية وبيبدأ ناوفومي رحلته ومع بائع الاكسسوارات اللي كان مندهش من الطائر اللي بيتكلم وبيجر العربية. لكن فجأة بيقابلوهم قطاع الطرق في الطريق وبيطلبوا منهم يسلموا الاكسسوارات عشان يفرجوا عنهم. لكن فجأة البنت بتهاجمهم هي والطائر، وفي ثانية بيكونوا كلهم مربوطين في حلقة، لكنهم بيهددوه انهم هيبلغوا الحرس انه اعتدى عليهم وكان عايز يسرقهم. لكن ناوفومي بيهددهم بالقتل، وعشان يشتروا ارواحهم اتفق معاهم انه ياخد كل حاجه هم سرقوها من الناس عشان يعفوا عنهم. وكمان بيصاحب التاجر اللي قاله على معلومات عن الابطال الثلاثه التانيين وازاي بيزودوا قدرتهم. وكمان دله على مكان حجر كريم اللي بيستخدم في صنع الخيوط اللازمه لملابس الطائر واللي موجوده في المعبد. لكن لما بيوصلوا بيلاقوا الصندوق فاضي، وبيكملوا طريقهم جوه المعبد ولكن بيلاقوا اثار وحش ضخم. وكمان بيسمع رفتاليا وهي بتستفزه بكلامها، فبيعرف ان في تاثير سلبي عليها من المكان. لكن الطائر بيعمل دوامه هوا وبيطلعهم من المكان اللي هم فيه عشان يكملوا الرحله لحد ما بيوصلوا للاوضه اللي فيها الحجر الكريم اللي عايزينه، لكنهم مش قادرين ياخدوه. لكن رفتاليا بتخش وبتهاجم الوحش اللي بيحمل حجر الكريم، وبيساعدها ناوفومي وكمان الطائر، وبيخشوا في معركه معاه وبينتصروا عليه بمساعده رفتاليا وفيلو. وبيقدر يحصل على الحجر وبيروح يديه للخياطه عشان تعمل الملابس اللي طلبوها منها، وفعلا بتعمل زي مناسب لتحول فيلو. وبتشوف التاجر بيطلب كميه ادويه بتكون محتاجاه قريه في الجنوب، وهو الوحيد اللي ممكن يجيب الطلب ده عشان معاه الطائر العجيب. وبيحتار ناوفومي هما محتاجين الكميه الكبيره دي ليه ومحتاجينها كمان بسرعه، لكن لما بيشوفها بعينه بيعرف ايه السبب. ولما بيوصل بيكلم زعيم القريه انه كان ممكن يحرق النباتات دي، لكن قال له انهم جربوا كل الوسائل وما نفعتش، وحتى لما طلبوا المغامرين عشان يتصدوا ليها ما قدروش. بس لما بيعرفوا انه احد الابطال بيطلبوا منه انه يعالج مرض القريه اللي النباتات هاجمت جسمهم زي الطفيليات، وبينجح فعلا في مساعدتهم. وكمان بيعرف ان السبب في النباتات دي كلها كانت بطل الرمح اللي ظهر في القريه. ولما عرف المجاعه الموجوده في القريه جاب لهم البذره السحريه وزرعها هناك، وكانوا فرحانين من سرعه نمو النباتات دي واللي كانت هتقضي على المجاعه.
لكن بعد كده بقت نقمة عليهم وعلى القرية، وبيتوسل إليه زعيم القرية إنه ينقذ القرية. فعلا بيوافق وبيبدأ شغله هو ورفتاليا وفيلو، وبدأ يهاجم النباتات. لكن الهجمات العادية ما كانتش نافعة لأنه بيجدد نفسه بسرعة جدا وبيرجع زي ما كان. فبيبدأ يلجأ للمبيد النباتي على عين النبات بعد ما عزز نوافومي تأثير المبيد في الوقت اللي كان بيهاجمه فيه النبات، وبيحاول إنه يقيس حركته لكن ما بيقدرش، والمبيد بيعمل مفعوله وبيبدأ يقضي على النبات المتوحش. وكمان نوافومي بيبدأ يعدل النبات من بذوره، وبدأ يعمل التجارب بتاعته وخلى النبات يكتر ثماره من غير ما يتحول لوحش. وبكده انتصر على الوحش اللي بتخاف منه القرية، وكمان قضى على المجاعة اللي كانت بتعاني منها، وبياخد حصته في البذور وبيسيب القرية وبيروح عشان يبيعها للتاجر اللي بياخدها كلها، وبيطلب منه انه يروح بلد قريبة عشان يوصل بعض البضاعة هناك في فندق، والبلد دي فيها حمامات مية سخنة. وبتفكر رفتاليا انها تجيب هديه لنوافومي، وهي عباره عن بلوره بتيجي من طائر معين موجود في العشه، في نفس الوقت اللي فيلو عايزه تجيب نفس الهديه، وبيعملوا سباق مع بعض عشان كل واحده تجيب الهديه قبل التانيه. لكن فجاه فيلو كانت هتقع من على سطح الجبل لولا ان رفتاليا بتمسك فيها وبتنقذ حياتها، لكن بيقعوا فوق بعض على جسم الوحش اللي بيهاجمهم. ولما بيحس ان الوحش اسرع منهم فبتضطر فيلو انها تتحول لطائر، وبتاخد رفتاليا على ظهرها وبتنقذها منه. واخيرا بيلاقوا الطائر اللي عايزين ياخدوا البيضه البلوريه بتاعته، لكن لما بيوصلوا بيهاجموا الوحش تاني وبيضيع وبيدمر العشه كلها باللي فيها. وهنا بيشتبكوا معاه وبينتصروا عليه وبياخدوه هديه لنوافومي في القريه. لكن لما اهل القريه بيشوفوه بيعرضوا انهم يشتروه وبيدوا لهم مبلغ كويس، لكنهم بيرفضوا الفلوس وبيطلبوا ياخدوا مكانه شاكوش، وبيقدموه هديه لنوافومي عشان يساعدوا في صناعه المعادن. وبيقرر نوافومي انه يتجه ناحيه الشرق، ولكن وهم في طريقهم بيقابلوا ناس بيقولوا لهم ارجعوا تاني لان المكان اللي هم رايحين له حصل فيه وباء قضى على كل اللي فيه حتى شيخ القريه. لكن نوافومي بيصمم وبيقرر انه يروح يساعد القريه، وبيوصل وبيقابل شيوخ القريه وبيعرض عليهم الدواء، وفعلا بدا يساعد المرضى. لكن بيقول لهم ان كل ده كانت معالجه اعراض المرض ومش المرض نفسه، وان المرض نفسه هيرجع تاني وهو محتاج انه يطور في الدواء شويه. بيقولوا له ان الرياح اللي جايه من الجبل هي سبب الوباء، لان من شهر كان في تنين ضخم واتقتل على ايد بطل السيف رين. لكن من الواضح ان التنين سبب تلوث الهواء، والرياح وصلت التلوث جوه القريه وبدا يقضي على الناس اللي جوه. وبيقولوا له ان الجبل مليان بالوحوش، عشان كده هما مش عارفين يتخلصوا من جثه التنين المقتول، ولازم حد من الابطال هما اللي يروحوا الجبل عشان يدفنوا الجثه، وبكده هيمنعوا التلوث اللي واصل للمدينه. عشان كده قرر نوافومي انه ياخد رفتاليا ويروح لوحدهم. لكن لما بيقربوا من القريه بتبدا الوحوش تظهر، بيأمر الطائر فيلو انه يتجاوزهم بسرعته من غير مواجهتهم لان مفيش وقت. ولما بيوصلوا لجثه التنين بيرجع التنين يهاجمهم وبيتحول لوحش زومبي، وبدا يشتبك نوافومي معاه وبيساعدوا الطائر فيلو. لكن التنين بيقدر يصد ضرباتهم وبياكل فيلو، وده بيغضب نوافومي جدا، واللي بيهاجمه وبتساعده رفتاليا لانه كان غاضب جدا وبدا يستخدم درع النار اللي معاه. لكن رفتاليا بتتصاب وبيبدا يعالجها نوافومي اثناء الصراع، وفي نفس الوقت التنين بيهاجموا الهجوم الاخير. لكن فجاه بيقع التنين وبيموت، وبنشوف فيلو بتطلع من جواه بتقول لهم ان هي اللي قطعت معده الوحش عشان كده هو مات، وكمان انها لقت بلوره كبيره واكلتها في بطنها. وبيقرر نوافومي ان يرجع القريه تاني عشان يكمل بقيه علاج رفتاليا واهل القريه كمان، لان الهواء ما بقاش ملوث لانه خلاص اتخلص من جثه التنين. لكن نوافومي بيكتشف انه محتاج لسه شويه عقاقير مش موجودين في القريه، هيضطر يروح قريه تانيه عشان يجيبها. لكن قبل ما يمشي بيطمن على رفتاليا، وفيلو بتديله بلوره بيحدث بيها الدرع بتاعه، وكمان بيجدد اتفاقه معاهم انهم هيكملوا مع بعض وهيبقوا اقوى، وبيكملوا محاربه الوحوش عشان يزودوا مستواهم. ونوافومي بيفكر في علاج رفتاليا، وبيبلغهم انهم هيبداوا العوده للعاصمه وهينهوا الرحله عشان يعالج رفتاليا بالادويه اللي موجوده هناك. لكن وهما بيتكلموا بيلاقوا بنت صغيره وسط شويه طيور، وبتعجب بيها فيلو وبتتعرف عليها، بتقول لها ان اسمها ميلتي، وعشان كده فيلو تحولت وبقت فتاه زيها عشان يبداوا صداقتهم مع بعض ويلعبوا مع بعض. في الوقت اللي بيكمل فيه نوافومي علاج اهل القريه وكمان بيعالج رفتاليا. لكن ميلتي بتطلب منهم انها ترجع معاهم العاصمه لانها كانت هناك وانها انفصلت عن حراسها لما كانت بتلعب مع فيلو، وبيخاف يوقع نفسه في مشاكل لو رجعها العاصمه معاه. لكن في الاخر بيوافق وبيبداوا رحله العوده مع بعض. ولما بيوصلوا العاصمه بتوصلها فيلو لحد البيت، وكمان نوافومي بياخد رفتاليا عشان يشتري لها الدواء المطلوب. لكن وهم خارجين بيلاقوا ان في حد بيطاردهم وهم مش عارفين مين ده، وبيخاف نوافومي على رفتاليا وبيهربوا مع بعض. لكن بيجيله بطل الرمح موتو وبيطلب منه انه يبارزوا تاني، بس نوافومي بيرفض لانهم في الطريق العام وممكن يعرضوا الناس للخطر. لكن بالرغم من كده بيهاجموا بطل الرمح موتو، لكن اللي كان بيطارده بيقف قدامه وبيقول له ان ده مش مكان للنزال. وهنا بتيجي ماين وبتحاول انها تتم النزاع بينهم بامر رسمي، لكن بنفاجئ ان اختها الصغيره ميلتي هي اللي بتقف قدامها
وقدام بطل الرمح. وفي نفس الوقت فيلو بتتحدى بطل الرمح بعد ما بتتحول للطائر العملاق وبتهزمه، وبيرجعوا لمحل السلاح ومعاهم ميلتي اللي بتقول لهم انها المرشحه الاولى انها تبقى حاكمه البلد رغم انها صغيره، وده لان شخصيه اختها ماين الكبيره مسببه للمشاكل ومش مرشحه انها تبقى حاكمه البلد. وبالرغم من كده نافومي بيطلب منها انها تنصرف لانه مش هيصدق اي كلام تقوله بعد كده. وبتمشي ميلتي وهي زعلانه وبتفتكر كلام امها وانها تروح عشان تخلي ابوها يتراجع عن معاملته السيئه لنافومي. وفي نفس الوقت رفاق نافومي بيكلموها على الطريقه اللي كلمها بيها ومشاها زعلانه. في نفس الوقت بنشوف الشخص اللي كان بيلحقه قبل كده بيجي عشان يعرض عليه انه ينضم ليه في حربه ضد الموجه اللي جايه هو واللي معاه، انهم كلهم من قريه العود وعايزين يردوا الجميل ليه بعد ما انقذ قريتهم من الدمار. وكمان بيجي صاحب محل السلاح بيبلغهم انهم ممكن يرقوا الفئه بتاعتهم دلوقتي، ولما بيروح نافومي واللي معاه عشان يترقوا بيتفاجئوا ان في قرار ملكي بعدم السماح لهم بالترقيه. وبيمشي نافومي زعلان وبيقابل التاجر واللي بينصحه انه يروح بلد تانية يترقى فيها، وكمان بيزود الطائر بمخالب تنين مجنح بيقول لهم انه عنده شغل ممكن يجربوا فيه المخالب دي. وبيروحوا عشان يخلصوا الشغل واللي بيكون في مواسير الصرف للمدينه، وهو عباره عن كائن بيشبه التمساح وبيكون مفترس. وهنا بيهاجموا الطائر ورفتاليا وبيجربوا فيه السيف الجديد والمخالب وبتكون فعالة جدا. وكمان بيكمل نافومي علاج رفتاليا وبيحضر مجموعة أدوية عشان الموجة التانية اللي قدامها 27 ساعة وتبدأ، وبيروحوا عشان ياكلوا في مطعم وهناك بيشوفوا رين وإسكي في نفس المطعم وبيتهموا نافومي إن هو اللي بيسرق إنجازاتهم وبيروح يسجلها باسمه في النقابة. لكن نافومي بيأكد لهم إنه ما عملش كده، بالعكس هو صلح كل الأعمال اللي هم عملوها زي جثة التنين اللي سابوها وسببت تلوث بيموت الناس. وكمان جمع الجنود اللي من قرية العود وعايزين ينضموا لفريق نافومي وبيخليهم يجهزوا عشان الموجة اللي جايه. وبتشوف الملكه اللي بتراقب بنتها ميلتي وقلقانه عليها بتسال نفسها هم هيقدروا يواجهوا الموجه الثانيه ولا لا. وبنشوف نافومي وهو بيعزز قدراته وتاجر السلاح بيهدي رفتاليا ذراع مقاتل. وكمان بيسجل نافومي فرقه الجنود عشان يتنقلوا معاه بالانتقال الاني. وبتبدا الموجه الكارثيه الجديده وبداوا يتصدوا للوحوش بعد ما اخلوا السكان من القريه. وكمان بيشوفوا السيده العجوز واللي كان عالجها نافومي قبل كده وكانت في منتهى القوه وبتهزم 2 من الاعداء بكل سهوله. وهنا بيقرر نافومي انه يسيب القريه للسيده العجوز ومعاها الفرقه من الجنود، وبياخد فيلو ورفتاليا وبيروحوا لقلب الموجه الكارثيه. وهناك بيشوفوا الابطال الثلاثه بيحاربوا بعشوائيه وكل واحد له هدف غير الثاني. وهنا بينبههم نافومي انهم لازم يتحدوا والا المعركه هتنتهي بهزيمتهم وهيموتوا كلهم. وكمان بيقول رفتاليا انها تستخدم قدرات الضوء عشان يشوفوا القوه الكامنه اللي بتسيطر على الوحوش دي. فعلا بيكتشفها وبتهاجمها رفتاليا بسيفها، وكمان بطل السيف بيخش يساعدها وبيلاقوا القوه الكامنه وهي بتهرب من كل السفينه وبتتجمع في وحش قوي جدا وبيبدا يهاجمهم. ولكن الابطال الثلاثه السيف والقوس والرمح بيهاجموه، لكن بيظهر انه اقوى منهم هم الثلاثه وده اللي بيلاحظه نافومي. عشان كده بيقول لفيلو انها تستخدم قدرات الرياح في الوقت اللي بيهاجموه الابطال الثلاثه، وفي نفس الوقت بيجهز الوحش الهجمه بسلاح قوي جدا. وهنا بيتصدى ليه نافومي بالدرع بتاعه فبيجهز الوحش هجوم اقوى واقوى. وفي نفس الوقت فيلو بتبدا تتعامل معاه بسلاح السرعه القصوى، لكن ده مش بيقضي عليه في الاخر. فبيقرر نافومي انه يستخدم معاه درع الغضب، وفعلا بيحضر درع الغضب عشان يستخدمه. ورفتاليا بتلوم الابطال الثلاثه انهم واقفين بيتفرجوا عليه وهو بيحارب لوحده، فبيدخلوا معاه لكن تاثيرهم بيكون ضعيف جدا. وهنا بيستخدم نافومي سجن الدرع وبيحبس الوحش فيه، وبعد كده بيشغل درع التغيير وفيه بيتم طعن الوحش باسياخ من حديد، وبيستدعي السجن الحديدي اللي بياخد الكره اللي فيها الوحش وبيتقفل عليها، وبيتم القضاء على الوحش ورميه نهائيا. بس بيكون الطاقه خلصت من نافومي وفيلو، لكن اللي حصل ده مش بيعجب موتو بطل الرمح وبيشكك ان يكون في تلاعب. لكن الوحش بيظهر مره تانية، لكن بيتم القضاء عليه من فتاه بتتعرف عليهم وبتبقى مستغربه ازاي مش قادرين يتعاملوا مع اعداء بالضعف ده. وبتكلم نافومي وبتقول له ان انت البطل الوحيد المقنع فيهم، عشان كده اختارته انه يكون عدوها اللي جاي. وهنا هتبتدي المعركه الحقيقيه للموجه دي، وبتعرفوا على نفسها وان اسمها جلاس، وبتقدر تستفز الابطال الاسطوريين الثلاثه وده بيخليهم يهاجموها بقوه، لكن مش بتاثر فيها وبتهاجمهم بهجوم بسيط جدا وبتهزمهم كلهم من غير ما تبذل اي مجهود. وبتتجه لنافومي اللي بيحبسها في سجن الدرع، لكنها بتتخلص منه بكل سهوله. وكمان بتحاول معاها رفتاليا وفيلو، لكن ما بتتاثرش بالهجوم، بالعكس بتكسر سيف رفتاليا وبيجي دورها انها تهاجم نافومي، لكن بيقدر يصد بالدرع بتاعه وبيستخدم معاها قوه النيران. بعدها جلاس بتحاول تهاجمه بالاسلحه اللي معاها، لكن الدرع بيكون قادر يصد كل الهجمات. وهنا بينفذ معاها قوه السجن للدرع وبيجيب السجن الحديدي، لكن برضه بتقدر تتخلص منه. وهنا بيتفق نافومي مع رفتاليا انها تستخدم قوه الضوء في الوقت المناسب، وبعد كده بيركب الطائر فيلو هو ورفتاليا وبيهربوا من السفينه بسرعه، وهو بيصد كل الهجمات اللي بتهاجمها جلاس، لكن مع بعد المسافه بتقل قدرتها
ضدها، وهي كمان بتقرر انها تأجل المواجهة للمرة اللي جاية، وبتخلص الموجة الكارثية التانية. وبيفكر نافومي ايه هي الموجات وايه سببها، وكل اللي قدر يوصل له انهم لازم يبقوا اقوى واقوى قبل الموجة اللي جاية والا هيموتوا كلهم. وبيطلبوا الملك وبدل ما يشكره بيسألوا عن القوة اللي هو فيها جايبها منين، وبيرفض نافومي انه يجاوب، بس بيبلغ الملك انه هيفضل معاهم لحد ما يخلص مهمته ويرجع بلده. ومن هنا لحد ما يحصل ده مش عايز حد يزعجه تاني، وبيهددوا الملك انه هينتقم منه ومن اعوانه كلهم. بيرد عليه نافومي انه بيتحداه انه يلمس اي حد من فريقه والا هيقضي عليه فورا. لكن وهو بيغادر القصر بتقابله الملكة وبتمدح مجهوداته وكمان بتديله قلاده وبتحذره انه ياخد باله من اللي جاي. وبتيجي ميلتي وبتلوم ابوها الملك على الموقف العدائي من نوافومي، وبتحاول انها تصلح الامور وهي مش عارفه السبب، وده بيكون ضد رغبه اختها الكبيره ماين. وبيقرر نوافومي انه يروح اي بلد تانية عشان يزود قدرات اسلحته هو وفريقه، وبيبداوا رحلتهم. لكن بيتفاجئوا ان ميلتي بتيجي معاه ومعاها الحرس بتاعها عشان يرجع ويتصالح مع ابوها الملك. لكن نوافومي بيرفض طلب ميلتي وبيحس بالخيانه اللي بتيجي من الحرس بتاع ميلتي وهما بيحاولوا يقتلوها. وبيكتشف نوافومي محاولة اغتيال ميلتي وبيتصدى ليها، لكن قائد الحرس بيدعي ان نوافومي كان عايز ياخد ميلتي كرهينة، وبيأمر الجنود انهم يهاجموا نوافومي واللي معاه. لكن رافتاليا وفيلو بيتصدوا ليهم وبيهزموهم وبعدها بينسحبوا. وبنشوف ان كل اللي حصل ده كان متسجل في البلورة اللي كانت مع الحرس، وبدأوا يوزعوها على البلد كلها والبلاد المجاورة عشان يكرهوا نوافومي واللي معاه وما يلاقوش مكان يلجأوا ليه. وبيشك ان الملك هو اللي مدبر المكيدة دي، وبترفض ميلتي الكلام ده وبتقول له ان ممكن تكون اختها هي المديرة الحقيقية. وهنا بيقرر نوافومي انه يسيب البلد وياخد معاه ميلتي، وبياخدوا الطريق اللي بين الجبال وبيمشوا على رجليهم من غير ما ياخدوا العربية بتاعتهم. في الوقت ده بيبعت الملك جنوده عشان يدوروا على بنته ميلتي ويجيبوها. وبيعرف نوافومي من ميلتي ان والدتها الملكة بتنصحها انها تعامل بطل الدرع بالحسنى بعكس ابوها الملك، رغم ان امها في المرتبة الاعلى طبقا لقانون البلاد. وسط دهشة نوافومي وبيكملوا رحلتهم واحنا شايفين ان في حد بيراقبهم، وبيحاولوا يهربوا من الحراس اللي بيدوروا عليها. لكن ميلتي كانت هتقع ونوافومي انقذها، ونتيجة لكده كشفوا نفسهم. لكن في الاخر بيحاصروهم، وبيواجه نوافومي الابطال الثلاثة التانيين اللي بيطلبوا منه انه يطلق سراح ميلتي. لكن هي بترد عليهم انه ما خطفهاش، بالعكس هي اللي طلبت انها تروح معاه. لكن ماين اختها بتقول ان نوافومي غسل دماغ ميلتي وان الدرع اللي معاه فيه قدرات بتسيطر على الشخص. وهنا رين بيطلب من نوافومي انه يسلمه الاميرة، لكن نوافومي بيخاف عليها من اختها الكبيرة وبيتهمها قدامهم انها عايزة تقتلها عشان تاخد الحكم مكانها. وهنا بتتحول فيلو لطائر وبتاخد نوافومي وميلتي ورافتاليا على ظهرها وبيهربوا، لكن قوتها بتروح فجأة وبيقعوا من على ظهرها على الارض. وبنكتشف ان موتو بطل الرمح جاب فك التحول عشان ما تتحولش طائر تاني. وفي نفس الوقت بدأت ماين تهاجم اختها وعايزة تقتلها قدام كل الناس، لكن نوافومي بيحميها. وهنا بيبدأ رين يغير رأيه في نوايا ماين اللي بتهاجم بكل قوتها عشان تقتل اختها. وكمان الحرس الملكي بيهاجموا نوافومي لكنه بيقدر انه يتصدى ليهم بالترس في الوقت اللي رافتاليا بتقدر تهزم الاميرة ماين، وبيهربوا مع بعض تاني. وبيقدر نوافومي انه يرجع فيلو لحالتها الطبيعية من تاني. وهنا بيظهر عنصر المراقبة وبنعرف ان هو جاي من عند الملكة اللي بتطلب انها تقابل نوافومي. في نفس الوقت اللي بنشوف فيه ماين بتشعل النيران في الغابة، وده عشان تمنع نوافومي واللي معاه انهم يطلعوا بره البلد. وفي نفس الوقت بدأت تنشر الحرس في البلد اللي هم فيها عشان يلاقوا مكان نوافومي لو حد شافه. وبيروح نوافومي يقابل الملكة وبتقول لهم انها تعرف حاكم المقاطعة دي وهو شخصية نبيلة، لكن نوافومي ما بيكونش واثق فيه، لكنه بيظهر فجأة وبدون ما بيحسوا بيه وبيعرفهم بنفسه وان اسمه فان، وبيدعوهم للقصر بتاعه وبيعرف حكايتهم. وبيقول لهم ان الجنود بلغوه ان هم سبب الحرائق اللي كانت في الغابة، لكنه بيعرف الحقيقة ان الاميرة ماين هي اللي عملت الحريقة. وبيقدم لهم الاكل وهو حاسس ان نوافومي مش بيثق فيه لحد دلوقتي. وبيبداوا ياكلوا بعد ما بيقرروا انهم هيمشوا بكرة، وبيخشوا يناموا بعد ما يعملوا نوبات مراقبة خوفا من ان حد يهاجمهم وهم نايمين. في نفس الوقت الملك بيكون غضبان عشان ما لقوش ميلتي لحد دلوقتي وخايف عليها لا تكون حصل لها حاجة. وبنشوف نوافومي واللي معاه وهما بيبدلوا نوبات الحراسة، وفجأة بنشوف من الشباك ان في حراس جم اخدوا الحاكم فان وقبضوا عليه. وبتيجي الخادمة وبتقول لهم ان في حاكم تاني جه واتهم فان انه مخبيهم عنده في القصر ولازم يمشوا حالا، وبتاخدهم بتهربهم من باب المطبخ. والحراس بدأوا ينتشروا في القصر عشان يدوروا عليهم، لكن فجأة بتظهر الأميرة ميلتي وبتأمرهم انهم يوقفوا كل اللي هما بيعملوه ودي أوامر منها. وبيكلمها قائد الجنود ايدول وبتأمره انهم ينسحبوا من القصر حالا، لكنه بيقول لها انه بيدور على بطل الدرع. بتقول له انه مش هنا لانه سابهم وهرب، وبتطلب منهم ان حد يوديها عند الملك ابوها وبتمشي مع الحراس. وهنا بيسأل نوافومي رافتاليا اذا كانت تعرف قائد الجنود ايدول، وبتقول له انها تعرفه وعايزه تواجهه لانه بيمثل ماضيها اللي عايزه تنتقم منه. وهنا بنشوف الشعب وهو بيحتج على القبض على حاكمهم فان، عشان كده استغل نوافومي الدربكه دي وركب على فيلو وتسللوا للقصر. وبنشوف ايدول هو بيحاول يستجوب الاميره
عن مكان بطل الدرع، وكمان بيروح يستجوب فان بالعنف، لكن بيعرفوا ان نافومي واللي معاه دخلوا القصر وبيشتبكوا مع الحراس، وكمان بيعرفوا مكان ميلتي، لكن لما بيوصلوا لها بيهددهم ايدون انه هيقتلها لو قربوا اكتر من كده، لكن رفتاليا بتواجهه بكل شجاعه وما بتخليش حد يتدخل غيرها عشان تاخد بطارها بنفسها وسط توسلاته بانها تعفي عنه، لكن رفتاليا بتقوله انها ما نسيتش اللي عمله في اهلها وكميه الذل والمهانه اللي شافتها وهو بيعتذر لها، لكن نافومي بيوقفها فجاه قبل ما تقضي عليه، وهنا بيهاجمها فجاه وبغدر، لكن هي بتتصدى ليه وبتوقعه من اعلى القصر وبيموت، وبيشكروا الحاكم فان اللي بيكون مصاب لكن ميلتي بتعالجه، وهنا رفتاليا بتنزل تحت عشان تنقذ الاسرى، وهي بتفكر في موت ابوها وامها، وانها كانت بتحمس اهل قريتها انهم يرجعوا تاني يعمروها رغم حزنها، لكن بيهاجموها الحرس الملكي وبياخدوهم كخدم، وكمان كانوا بيعذبوهم اشد العذاب، وبتفتكر كمان وقت ما كانت مسجونه ونفسها ترجع قريتها تاني قبل ما ياخدوها لتاجر الخدم، وبيشوفها نافومي وبيشتريها، وبتوصل فعلا للمكان اللي محبوس فيه الاسرى، وبيطلعوا الناس اللي فيه وبيعالجوا المرضى اللي بيلاقوهم، كمان بتلاقي بعض من اصدقائها بتتعرف عليهم وبتنقذهم زي صديقتها كيل، وبيكونوا في منتهى الفرح لما بيشوفوها وبيفتكروها، وبتقول لهم انها مع بطل الدرع اللي بينقذهم كلهم وبيفك اسرهم، كل ده قدام الاميره ميلتي اللي ما كانتش مصدقه ان المملكه فيها اماكن زي دي بيحصل فيها الافعال الفظيعه دي، وكمان بتشوف صديقتها ريفانا اللي ماتت وتحللت وبقت هيكل عظمي، وهي ماسكه التذكار اللي كانت مديه ليها من زمان، وبتبقى زعلانه انها ما قدرتش تنقذها، لكن نافومي بيقول لها انها دلوقتي جت وانقذت فتيات تانيين، وكمان نافومي بيقول لها انه الوحيد اللي وثق فيها في العالم ده بعد ما كان ناوي يرجع من مطرح ما جه، وكمان كانت سبب انه قابل فيلو وميلتي، وانها بقت بطله زيه وكانت السبب في فك اسر اهلها، وانها لازم تكمل عشان ما فيش حد من اهلها يعاني مره تانيه، وانها من دلوقتي بقت عضو مهم لفريق بطل الدرع، لكنهم لما بيطلعوا من البدروم بيلاقوا ايدون لسه عايش، وكمان بيستدعي وحش التنين وبيديله اوامر ان يقضي على بطل الدرع في مهمه مستعجله، وبنشوف الوحش التنين وهو بيدور على نافومي واللي معاه وبيدمر كل اللي قدامه في القريه، وهما بيحاولوا يستخبوا منه، وهنا بيرد عليه فان انه ياخد الاطفال ويبعد، في الوقت اللي بيقرر فيه نافومي انه يواجه التنين ولكن بره القريه عشان ما يعرضش حد للخطر، وبيلاقيهم التنين فبتتصدى ليه فيلو وبيحاول يساعدها نافومي بالدرع بتاعه، لكن ما بيقدروش يقضوا عليه وبيضطروا يتفرقوا، وفان بيقرر انه يرجع لشعبه اللي لسه ما عرفش انه اطلق سراحه وعاملين ثوره علشان كده، وبتنزل فيلو وبيركبوا على ظهرها عشان يستدرجوا التنين بره البلده وهو بيدمر كل اللي قدامه، وبتمشي رفتاليا بعد ما بتدي صاحبتها كيل الاسوره بتاعتها عشان يتقابلوا تاني مع بعض، وبتستدرج فيلو وهي شايله نافومي واللي معاه الوحش لحد لما بيوصلوا للبحيره اللي بره البلده وبيستعدوا للقتال، وبيظهر الوحش التنين وبيحاول نافومي انه يتعامل معاه بالدرع، لكن من الواضح ان التنين قوي جدا، وكمان اتدخلت فيلو ورفتاليا في القتال لكن ما قدروش انهم يصيبوه باي ضرر، وفجاه بينتشر ضباب شديد حواليهم وبيشوفوا مجموعه من الفيلو بتتجمع حوالين الوحش وكمان حواليهم وبأعداد كبيرة جدا، وبتتشق البحيرة اللي وراهم وبيطلع فيلو ضخم بيتعامل هي مع الوحش التنين، وبتبقى قوتها هايلة وبتقدر تتصدى لكل الهجمات وبتهاجمه وبتقضي عليه وسط دهشة نافومي وفريقه، وهنا بتتعرف عليهم وبتتحول للشكل البشري، وبتقوله انها ملكة الفيلو في العالم اللي هم فيه وان اسمها فيتوريا، وهنا ميلتي بتتعرف عليها وبتحكي لهم حكايتها وان في بطل زمان قام بتربية فيلو منذ زمن طويل جدا وتطورت مع الزمن لحد ما بقت ملكة فيلو العالم الجديد، وبيشكروها على تدخلها في الوقت المناسب وهزيمتها للوحش التنين، وبتدعوهم انها تاخدهم لمكان تاني، لكن قبل ما يمشوا بياخد نافومي التنين كطاقة لدرعه وبيبدأ يمتصه، وبيركبوا العربية مع فيلو وبيعدوا من بوابة انتقال آني وبيوصلوا لمنطقة أطلال، وبتقول لهم فيتوريا ان ده مكانها من زمان وانهم لازم يرتاحوا بعد اليوم الطويل ده، وبيقعدوا يستريحوا وبياكلوا وسط مجموعة كبيرة من طائر الفيلو، وبتيجي فيتوريا وبتطلب من نافومي انهم يبدأوا يتكلموا مع بعض، وبتقوله انها جت عشان فيلو اللي معاه مرشحة انها تكون ملكة جديدة وانها بتنمو بسرعة جدا عشان هو اللي بيراعيها وهو بطل الدرع، وفي نفس الوقت هي زعلانة ان الابطال الاربعة بيتصارعوا مع بعض، وبتعرض على نافومي انهم يرجعوا يتعاونوا تاني لان من الاساس ان كل واحد من الابطال لازم يطلع يحمي بلد لوحده من الموجات الكارثية، مش كلهم في بلد واحدة، وانها عايزة تقضي على الموجات دي باسرع وقت بس محتاجة الابطال الاربعة معاها. في نفس الوقت رين وإسكي بيكتشفوا ان نافومي كان على حق من الاول وان الاميرة ماين بتراقبهم عشان تفسد كل اللي هم بيعملوه، وانهم الاربعه مستحيل يتعاونوا مع بعض لانهم بداوا بالعداوه ضده، لكن فيتوريا بتقول له ان في حاله عدم تعاون الابطال مع بعض فهي مكلفه انها تموتهم هم الاربعه، وكمان اخذت فيتوريا الاميره ميلتي كرهينه عشان تجبر نافومي انه يتصالح مع الابطال الاربعه ويتعاونوا مع بعض، وبتقول لهم انها اخذت عهد على نفسها مع البطل اللي رباها انها لازم تنقذ العالم من الموجات عن طريق تعاون الابطال الاربعه، لكن نافومي بيرفض عشان اللي حصل منهم من اول ما وصلوا للعالم ده، وهنا فيتوريا بتقول له انه في الحاله
المرحله دي هتقضي عليهم وهتستدعي ابطال تانيين، او في حل تاني انها تتصارع مع فيلو عشان تقيس قوتها وتعرف اذا كان فريق ناوفومي قادر على انه يصد الموجات لوحده ولا لا. وبيقرروا انهم يتصارعوا معاها بالهيئه البشريه بتاعتهم، وهنا بيدعم ناوفومي فيلو وبيديها شويه نصايح بعد ما بيلاقيها بتهاجم بطريقه عشوائيه، ولما بتجمع فيلو قوتها وبتهاجم فيتوريا بتقدر تصد هجومها وبيبان انها ضعيفه جدا. وهنا بيقرر ناوفومي انه يفك اسرى ميلتي، لكن فيتوريا بتشوفه وبتهاجمه وبتقدر تخترق دفاع الدرع بتاعه، وبتبلغ فيتوريا فيلو ان هي بقوتها الضعيفه دي مش هتقدر تخدم البطل بتاعها ولا تدافع عنه، وبتوعدها فيلو انها هتصبح اقوى بكتير عشان تبقى مفيده لناوفومي، ومره تانية بتستجمع قواها عشان تهاجم لكن برضه ما بتقدرش. وهنا بنتفاجئ ان فيتوريا بتقول لها بالعكس انت كده كسبتي، وبتفرج عن ميلتي وان ده كان عباره عن اختبار ليها وانها نجحت فيه، وبتديها تاج النجاح في الاختبار وبتلبسه وسط احتفال طيور الفيلو، وكمان بتعينها خليفه ليها وانها هتبقى ملكه الفيلو اللي جايه. وكمان بتعالج فيتوريا ناوفومي وبتزود قدرات درعه، وبتبدا فيتوريا بعمل احتفال كبير بمناسبه تعيين ملكه جديده وسط طيور الفيلو، وبتحاول مع ناوفومي تاني انها تقنعه انه يتصالح مع الابطال الثلاثه، وناوفومي بيتاكد ان الموضوع ده صعب بس هو هيحاول، وهي بتنصحه انه ينجح عشان الموجات هتكون اقوى، واذا ما تعاونوش مع بعض هيموتوا كنتيجه حتميه، وانها اختارته من بين الاربعه لان هو اللي تولى امر فيلو، وعشان كده هي بدات تزود قدرات الدرع بتاعه عشان يقدر يستخدمه في المواجهات اللي جايه. وبتودعهم فيتوريا بعد ما وصلتهم المكان واللي بيبداوا فيه رحلتهم، وبيوصلوا عند الحدود، وبيقرر ناوفومي انه يواجه الابطال الثلاثه عشان يثبت لهم انهم غلط، وكمان يقنعهم انهم يتعاونوا مع بعض. ولما بيوصلوا للحدود بيقرر ناوفومي انه يدخل بوضع طبيعي والا سيضطر انه يدخل بالقوه، وبيعبر الحدود فعلا. ولما بيوصل عند البوابه بيقابل بطل الرمح موتو، وهنا بيحاول انه يتكلم معاه ويقنعه بالتعاون وانه ينسى الخلافات القديمه، لكن موتو ما بيسمعش وبيرجع يهاجم ناوفومي اللي بيصد كل هجماته. هو بيساله هو ايه سبب الغضب اللي هو فيه، وبيرد عليه موتو انه خدعهم واوهمهم انه معاهم في فريق الابطال، لكن هو هيدفع ثمن انه قتل إيسكي ورين في مفاجاه مذهله لناوفومي، وعشان كده هو غاضب جدا عليه ولازم ينتقم منه. وهنا بيساله ناوفومي اذا كان شاف جثتهم ولا لا، ولما بيعرف انه ما شافش بيقول له ان دي كذبه وانهم ما ماتوش، لكن ماين بتبدا تحفزهم على القتال تاني عشان تقضي على ناوفومي، وبتبدا تعمل حلبه عشان يقتلوا بعض. وفعلا بيهاجموا موتو، لكن فيلو وميلتي بيخشوا في الصراع وبيبداوا يهاجموه مع ناوفومي اللي بيدافع بدرعه، وبتتعاون ماين مع موتو وبتوهمه انه لازم ينتقم لإيسكي ورين، ولكن رفتاليا بتدخل المره دي وبتواجه ماين، وفيلو بتنصح ناوفومي انهم يتحبسوا هما والمجموعه التانيه جوه السجن ويحطوا دروع بره السجن والا هتيجي حاجه من فوقيهم وتقضي عليهم. وفعلا بيحبسهم وبيحطوا دروع بره واستدهشت ماين، وبتنزل حاجه كبيره من السماء وبتحدث انفجار هايل ودمار شامل في المنطقه اللي هم واقفين فيها، وكمان حمم بركانيه. وهنا بيظهر رئيس مجلس حكماء المملكه اللي بيقول لهم على الحقيقه كلها وانه هيقضي عليهم عشان يستولي على الحكم الملكي، ومجلس الحكماء هو اللي يحكم بعد كده، وان دي كانت خطه مترتبه من الاول، وان الابطال الثلاثه ما عملوش غير كل سيئه للناس وانهم ابطال مزيفين. وهنا بيكتشف موتو ان ناوفومي ما قتلش رين وإيسكي، وهو كمان هيقضي عليهم ويتولى مجلس الحكماء حكم المملكه، وبيبدا رئيس الحكماء ينفذ الحكم بالسيف اللي بتعرفه ميلتي، لكن ناوفومي بيقدر يصد هجوم السيف بالدرع بتاعه، لكن رئيس الحكماء بيزود قدره السيف عشان يقضي عليهم بضربه واحده عن طريق تحويل الرمح. وميلتي بتقول لهم ان ده سلاح قديم وكان مختفي، وهو عباره عن سلاح متحول لكل الاشكال على حسب احتياج البطل اللي بيشيله، لكن عيبه انه بيستهلك طاقه كتيره جدا، وعشان كده هو جايب مجموعه من الشعب معاه عشان يستغل طاقتهم في تزويد سيفه بالطاقه اللازمه للقتال. وناوفومي بيحاول يطلع الشعب من القصه او على الاقل يقطع الامداد منهم لانهم هيموتوا بسبب كده. وهنا بيقرر موتو انه يتعاون لاول مره مع ناوفومي وبيهاجم رئيس الحكماء الخائن، لكنه بيكون محصن نفسه كويس باستخدام طاقه الشعب اللي وراه اللي بيقعوا واحد ورا التاني، وده بيسبب قلق لناوفومي. لكن فجاه بيتم هجوم على رئيس الحكماء بيقضي على درع الطاقه اللي بيحميه، والمفاجاه ان اللي كانوا بيهاجموهم هم إيسكي ورين اللي وصلوا في الوقت المناسب وبيعرفوا انهم ما ماتوش، وكمان بيحكوا لهم عن مكان مجلس الحكماء اللي هم بداوا يشكوا فيهم، وعرفوا انهم اخذوا السلاح المتحول وانهم حاولوا يقتلوهم، لكن في فرقه اسمها فرقه الظلال تبع المملكه هي اللي قدرت تنقذهم من الموت لما كانوا بيراقبوهم. وبيبدا بطل السيف انه يهاجم رئيس الحكماء من تاني اللي واضح عليه انه بدا يضعف. في نفس الوقت بيعرفوا ان جيش الملكه في طريقه ليهم، وبدا الشعب انهم يستسلموا وما حاربوش مع رئيس الحكماء الخاين، لكن رئيس الحكماء بيقدر يقنعهم ان هم يكملوا معاه. وهنا بدا الابطال الاربعه يتفقوا على التعاون الجدي مع بعض، لكن
نوفومي بيرفض انه يتعاون معاهم لانهم كل واحد فيهم اذاه في حاجه ومحدش فيهم حاول انه يسمعه في مره او يفهمه، وهو بيرفض انه يحط ايده في ايديهم بعد ما وضح لكل واحد فيهم الجريمه اللي هو عملها في حق نفسه وفي حق الشعب. وده ادى فرصه لرئيس الحكماء انه يشحن السيف بتاعه وبدا يستخدمه ضدهم، لكن نوفومي بيقدر يصد الهجوم وبيقرر انه يتعاون معاهم فقط لحد ما يقضوا على رئيس الحكماء وكمان عشان ينفذ وعده لفيتوريا. وفعلا بيبداوا يجمعوا قوتهم كلهم مع بعض ومع الفتيات اللي معاهم، لكن رئيس الحكماء بيستخدم قوه سلاح رهيبه بتفاجئهم كلهم. وبنشوف الملكه اللي بتحفز جنودها عشان يوقفوا رئيس الحكماء الخائن، وبتتمنى نوفومي وميلتي يقدروا يصمدوا شويه لحد ما توصل. وبنرجع للصراع بين ابطالنا وبين رئيس الحكماء، وبنشوف اتحاد القوى بين الابطال عشان يهاجموا رئيس الحكماء وتعاون نوفومي مع موتو، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. بس في نفس الوقت بيكون محتاج طاقه اكتر على حساب شعبه، وهنا بيحاول ابطالنا ان الطاقه ما توصلش للدرجه القصوى لان ده معناه نهايتهم، وبيلجأوا لنوفومي عشان يشوفوا درعه هيقدر يصد الهجوم ولا لا. عشان كده نوفومي بيقول انه هيحاول يجرب استخدام قدرات غضبه، خاصه مع انها هتستهلك منه طاقه كبيره جدا، وبدا يجمع طاقته عشان يستخدم درع الغضب، وهو ان يشحن نفسه بكل شيء ممكن يغضبه عشان يستمد قوته منه. وبدا يفتكر كل المواقف اللي اثارت غضبه من وقت ما وصل للعالم ده وبيشحن قوته، لكن بيقدر رئيس الحكماء ان يكمل شحن السيف وبيبدا هو الهجوم، لكن نوفومي بيقدر يصد الهجمه الاولى بدرعه، وبيبداوا هم يردوا على الهجوم بهجوم مضاد بتشترك فيه كل العناصر وكمان الابطال الثلاثه وكمان فيلو رافطاليا وميلتي. وبيضطر يستخدم رئيس الحكماء طاقه السيف القصوى، لكن نوفومي بيكون واقف ليه بالمرصاد، وفيلو بتشتت انتباهه بهجوم سريع وبيهاجموا بطل السيف رين. وهنا بيلجأ رئيس الحكماء لارسال سهم ناري لبؤره القبه اللي بتبدا تتحول لاشكال بتطلق قوه وهم، وبتتكرر الاشكال في كل المربعات وكل شكل بيطلق سلاح منفرد وكان جيش بيهاجمهم، لكن برضه درع نوفومي بيتصدى للهجوم. وبيستعد رئيس الحكومه في اطلاق سهم ناري للقضاء على نوفومي واللي معاه كلهم، لكن بتظهر فجاه الملكه وبتحبسه في سجن جليد. وهنا بيبدا يهاجموا نوفومي بطريقه جديده وهي استدعاء تنين الدم اللي بيلتهم رئيس الحكومه وبيقضي عليه، لكن ده بياخد من طاقه نوفومي كلها وبيفقد الوعي. في نفس الوقت الملكه بتخاطب شعبها بان المعركه انتهت بانتصارهم، لكن نوفومي بيكون في حاله خطر، لكن الملكه بتتعهد انها تقف معاه لحد ما يتعالج لانه فقد دم كتير. وفعلا بتاخده عيادات العائله الملكيه وبيفوق من الغيبوبه وبيعرف انه بقاله 3 ايام نايم والملكه عملت المستحيل عشان تعالجه ولسه قدامه شهر كامل في العلاج. وبتيجي الملكه تطمن عليه وبتعرفه بنفسها وان اسمها ميريليا، وبتقوله ان الاتفاق بيننا وبين الدول كان كل واحد يستدعي بطل عشان يحارب الموجات الكارثيه، لكن الملك والاميره ماين استدعوا ال4 ابطال لنفسهم وده اغضب البلاد اللي حواليهم. وهي راحت عشان تخمد نار الخلاف وبتوعد نوفومي انها تقف جنبه وتبرئه وترجع له كرامته، عشان كده عايزاه بكره في القلعه لانها جمعت الشعب عشان تقول بيان وعايزاه يحضر معاها. وفعلا بيروح القلعه وبيقابلوا الابطال الثلاثه، ولما بيخشوا بيلاقوا الملكه قاعده على العرش وبيخش عليهم الملك وماين وهم مربوطين، والملكه هتحاكمهم عشان تعاونهم مع مجلس الحكماء الخاين وكمان محاوله قتل ميلتي وارثه العرش وتلفيق التهمه لنوفومي وكمان حرق الغابه اللي هربت ليها ميلتي. وعشان كده بتعلن ان الملك والاميره اتجردوا من لقبهم واتهمتهم بالخيانه وانهم مذنبون وحكمت باعدامهم حالا وقدام الشعب دلوقتي. وبتستنجد ماين بموته اللي ما بيقدرش يساعدها، فبتلجأ لنوفومي اللي بيقدر ان يوقف حكم الاعدام، لكن بيستبدل العقوبه بازدراء الملك وماين وانهم يفضلوا منبوذين من كل الناس. وبيقرر نوفومي ان يمشي ويتعاون مع كل البلاد اللي فيها موجات كارثيه لان دي مهمته اللي جاي علشانها، وبيودعهم وبياخد رافطاليا وفيلو معاه. وهنا بتصالح الملكه الاميره ميلتي انه لو ما كانش نوفومي واقف الحكم كانت هي هتوقفه وتستسمحه انه يعفو عنهم، لكن وهو خارج بيلاقي الشعب واقف مستنيه والحرس عامل ممر شرفي، وبيفتكر اول مره لما دخل للعالم ده وكان منبوذ من الجميع، لكنه دلوقتي هو خارج بطل اسطوري. وبيروح نوفومي وفريقه عشان يحدثوا اسلحتهم ويزودوا قوتهم، وبيرجعوا للملكه اللي بتعزمهم على حفله بالليل مع باقي الابطال عشان في حاجه في منتهى الاهميه. لكن اثناء الحفله بتكتشف ميلتي اختها ماين وهي بتحاول انها تسمم الاكل اللي هيروح لنوفومي وفريقه، وبتكون الملكه مجتمعه مع الابطال ال4 وبتنصحهم انهم يتصالحوا مع بعض لان الموجه اللي جايه لو ما كانش في تعاون الابطال ال3 هيموتوا والوحيد اللي هيعيش هو نوفومي، والدليل على كده انهم اتهزموا هم ال3 في الموجه اللي فاتت، وده كان قبل تدخل نوفومي في الوقت المناسب، عشان كده لازم يصفوا الخلافات دلوقتي قدامها في الاجتماع. وبتقول لهم انهم هيقدروا يطوروا اسلحتهم عشان نقط الخبره هتزيد في المنطقه، وده حدث بيحصل كل 10 سنين وبالتالي ممكن انهم يطوروا اسلحتهم. وبالفعل بداوا يقولوا لنوفومي ازاي يطور سلاحه بطرق سريعه وازاي يتنقل انتقال آني، وهو بيسمع الكلام ده لاول مره وكان بيعتمد قبل كده على اساليب اكتر صعوبه، وبيفتكر قد ايه سلاحهم كان متطور وهم في حربهم الاخيره مع بعض، وبيحاول يدور على الشاشه ازاي يطور من سلاحه بالطريقه اللي هم قالوا عليها. والصبح بيقابل الملكه اللي بتقول له انه لازم يلحق المركب اللي في المينا عشان يروح يعزز
قدراته واسلحته، وبيعدي على تاجر السلاح صديقه عشان يجرب الطريقه اللي قاله عليها في تطوير الترس، وبينجح فعلا، وبياخد عربيته اللي بتجرها فيلو بسرعه عشان يلحق المركب اللي هتوديهم للمكان اللي فيها يطوروا سلاحهم ويكتسبوا نقاط الخبره. وكمان بيقرر نوفومي ان ياخد معاه رفتاليا وفيلو، وبيوصلوا للسفينه عشان يبداوا رحلتهم. وهنا بيتعرفوا على لارك وتيرسي اللي مش بيصدقوا ان ده نوفومي بطل الدرع، لان عندهم تصور ان بطل الدرع رجل شرير مش باخلاق الشخص اللي واقف قدامهم. وهم برضه رايحين لكال ميرا عشان يطوروا نفسهم، وبيوصلوا فعلا للمكان وبتقابلوا حكيمه البلد واسمها هابي، واللي كان في استقبالهم عشان يرافقهم لحد الفندق. بيشرح لهم كال ميرا مجموعه من جزر سياحيه، وبينصحهم انهم يحاولوا يقتلوا اكبر عدد من الوحوش عشان يطوروا مستواهم، لكن ما يدخلوش في معارك عشان ياخدوا فرستهم. وبيقابلوا لارك اللي بيقترح انهم يزودوا مستواهم مع بعض، لكن نوفومي بيرفض، وبيروحوا يحاربوا الوحوش وبيكتسبوا نقاط خبره بتطور مستواهم. لكن الابطال الثلاثه بيجوا بيكونوا عايزين ياخدوا المكان اللي بيتمرنوا فيه عشان يكتسبوا منه خبرات، وهو بيسيبهم وبيمشي وبيدور على مكان تاني لانه مش عايز اي صراعات معاهم. وبيروح مكان تاني وبيقابل فيه الوحوش وبيبدا يتعامل معاهم، وبتكون نقاط خبرته اعلى واعلى. لكن بيلاحظ ان سيف رفتاليا ومخالف فيلو بداوا حالتهم تضعف، ولازم يشتروا سلاح جديد قبل الموجه اللي جايه، وفعلا بيطور لهم السلاح بتاعهم. وكمان بيقترح ان اللي يخش يحاربوا بالليل عشان يزودوا قدرتهم في الحرب الليليه. لكن بيقابلوا لارك وتيرسي وبيروحوا يحتفلوا في المطعم، وبيروحوا الغابه تاني يوم عشان يتعاونوا مع بعض في محاربه الوحوش وتطوير قدرتهم. وهناك بيقابلوا طائر متوحش ضخم ومع الصغير بتاعه وعددهم كبير. وهنا بيقرر لارك انه يواجه الزعيم ومعاه رفتاليا، ونوفومي وتيرسي هيشتتوا انتباه صغارها، لكن تيرسي بتتدخل وبتقضي على صغار الطائر كلهم بضربه واحده قبل ما نوفومي يتعامل معاهم. وبعد كده بيتعاملوا مع الطائر الضخم وبيقضوا عليه. وبيفكر نوفومي ان بعد ما يخلص تطوير سلاحه يعرض على لارك وتيرسي انهم ينضموا لفريقه، وبيقرروا انهم يرتاحوا شويه على الشاطئ. لكن فيلو بتبلغه ان هي لقت جزيره تحت الميه، وبيقرر نوفومي انه يشوفها من باب التغيير. لكن لما بينزلوا بيلاقوا ساعه رمليه بتشير ان في موجه كارثيه على الجزيره دي بعد يومين، وفورا بداوا الاستعداد لمواجهه الموجه الكارثيه اللي جايه عشان ينقذوا كل اهل الجزيره. وكمان رجعوا للمملكه اللي نظمت جيش لنفس الهدف، واللي متوقع انها تهجم في عرض البحر. عشان كده نوفومي مندهش ان تم تجهيز جيش ضخم خلال فتره بسيطه، وكمان اخلاء الجزر من سكانها. لكن الابطال رجعوا تاني يرفضوا التعاون مع نوفومي في الوقت اللي وصل فيه لارك وتيرسي، وبداوا ياخدوا سفنهم ويتنقلوا بالانتقال الاني لمكان المعركه في البحر، وبداوا يشتبكوا على طول ويصطادوا الوحوش من الميه. لكن فجاه بيظهر وحش جبار وبيحاولوا يشتبكوا معاه، لكن واضح ان قوته كبيره جدا. وهنا بتكلف الملكه بطل الدرع انه يتكفل في مواجهه الوحش الشرس هو وفيلو، وبيشتبك معاه نوفومي وبيستدرجه خارج الميه. في حين بدا الابطال الثلاثه يهاجموه، لكن اسلحتهم ما بتاثرش فيه، بالعكس هو بدا يهاجم سفنهم وبيدمرها. لكن رفتاليا بتبدا تستخدم سلاحها وبتصيبه، لكن مش بتقدر تقضي عليه. وكمان الوحوش بتهاجم سفينه الملكه وبتقدر تخطف ميلتي وتهرب بيها بعد ما بيفشلوا انهم ينقذوها. لكن لارك بيظهر فجاه وبيقضي عليهم وبينقذ الاميره ميلتي بقوه هائله. عشان كده بيتفق نوفومي مع لارك عشان يقضوا على الوحش الضخم. فعلا بيستدرجوا مره تانية بره الميه، وبيهاجموا لارك بسلاحه وكمان تيرسي، وبيقدروا يقضوا على الوحش فعلا. وهنا لارك بيكشف سر قوته انهم برضه ابطال، لكن من عالم تاني على حافه الانهيار. عشان كده هم مضطرين يحاربوا الابطال الاربعه واللي معاهم عشان ينقذوا عالمهم من الانهيار. وفعلا بيكون هدفهم محاربه نوفومي، لانه بيكون اقواهم ولازم يخلصوا منه في اسرع وقت. لكن نوفومي بيشتبك معاهم هو واللي معاه بقوه، لكن تيرسي برضه بتساند لارك ضد هجوم نوفومي وفريقه. لكن فجاه بتظهر جلاسي مره تانية وهي بتساند لارك وتيرسي ضد نوفومي، والمره دي بتقرر جلاسي انها تسقط نوفومي بنفسها، وفعلا بتحاول انها تهاجم نوفومي لكن بيقدر يصد الهجوم. وكمان بتستعين في الهجمه الثانيه بتيرسي في ضربه مزدوجه، لكن برضه مش بيأثر معاه. وهنا بيقرر نوفومي انه يواجه جلاسي لوحده، وميلتي ورفتاليا وفيلو يواجهوا لارك وتيرسي، وفعلا بيواجهوا بعض. وجلاسي مصممه انها تقضي على نوفومي نهائيا او تموت، وبتتدخل رفتاليا مع نوفومي ضد جلاسي وبيهاجموها، وكل الناس واقفه بتراقب الصراع بقلق. وفعلا بيقدروا يسيطروا على جلاسي، لكن بيقفوا يساندوا جلاسي وبيوقفوا الجوله دي عند الحد ده. وكمان بينسحبوا عشان تنتهي الموجه الكارثيه دي، وبتهنيهم الملكه على الانتصار ده لان كل واحد كان ليه دور فيه. وبيرفض نوفومي انه يسيب الجزيره دلوقتي، وهو بيفكر في المواجهه اللي جايه واللي هيتم لو واجه جلاسي ولارك وتيرسي مره تانية. وبيفتكر كلام فيتوريا انه لسه هيواجه موجات كارثيه قبل ما يقدر ينتصر انتصاره الاخير. عشان كده بيفكر انه يضم اعضاء جديده لفريقه معاهم اسلحه مختلفه عشان لو حصل ليه اي حاجه هم يكملوا بعد منه. ولما بيرجع بيلاقيهم انقذوا بنت اسمها ليشيا من الغرق بعد ما عاقبها بطل الكوس اسكي بعد ما اتهمها اعوانه انها ضعيفه وعديمه النفع. لكن بيدعمها نوفومي وبيرجع عليها الثقه من تاني، وبيرضى عليها انها تنضم ليهم وهي بتوافق. وبيجي ميعاد الرجوع بيودعوا اهل الجزيره، وهم راجعين الملكه بتعرض مكافاه على نوفومي عشان كل اللي عمله. ولما بيرجعوا بياخد ليشيا لمحل السلاح عشان يشتري ليها معداتها، وكمان بياخد العربيه مع فيلو ورفتاليا عشان يستلموا جائزه الملكه. ولما بيوصلوا بيشوفوا كيل صديقه رفتاليا بعد
ما صحتها اتحسنت وفان بيرحب بيهم. وهنا بتشوفوا ميلتي وهي بتعرض المكافأة بتاعة الملكة لنوافومي، والمكافأة كانت عبارة عن ان ليه كل الحقوق لحكم منطقة سياتي، وبيهنوه على المكافأة. وبيقرر نوافومي انه يعيد اعمار البلدة كلها. وكمان السيدة العجوز بترحب بيه وبتقول له انها هتعلم كل المنضمين الجدد على القتال. وبدأوا يعيدوا ترتيب المكتبة ومخزن الادوية. وبيقرر نوافومي انه يضم اشخاص تانية بعد ليشيا ويدربهم ويعمل منهم جيش قوي يقدر يواجه جلاسي ولارك وتيرسي لو فكروا يرجعوا تاني. وكمان عشان لما الموجات دي تخلص هو هيرجع العالم بتاعه وهيسيبهم. لكن من هنا هتكون البداية. وبتقوله رفتاليا انها تستمر كسيف ليه. وبيتجمع باقي الفريق وبيرفعوا علم المدينة على القرية عشان تبتدي القصة الجديدة لبطل الدرع. وبنشوف نوافومي بعد ما بقى حاكم القرية اللي حصل عليها من المملكة وهي بلد رفتاليا، وبيكون احوال القرية بقت احسن من وقت ما وصل جنود اكتر بيساعدوا في الاعمار. وبيطمن نوافومي على استعدادات التدريب والقتال من السيدة العجوز، لكن في الوقت ده بيلاقي ان في وحوش بتقرب من القرية وبتهاجمها، فبيروح بسرعة عشان يصد الهجوم ويقضي على الوحوش. لكن فيلو ورفتاليا بينقذوهم، وبياخد نوافومي جزء من الوحوش الميتة وبيحلله وبيكتسب درع جديد. لكن بيحس بحاجة غريبة، فبيبص على العد التنازلي فبيلاقيه واقف، وفجأة بيحسوا بضغط كبير جدا. فبيجتمعوا كلهم في المملكة عشان تناقش الملكة المشكلة دي مع الأبطال الأربعة. وبتقول لهم الملكة ان سبب ظهور الوحوش دي وتوقف العد التنازلي للموجات هي سلحفاة الروح، واللي بتعتبر كارثة طبيعية واخطر حتى من الموجات. وبيرفض الثلاث ابطال انهم يحاربوا سلحفاة الروح عشان مهمتهم الاساسية هي القضاء على الموجات. وبيمشوا في الوقت اللي نوافومي بيوافق انه يحل المشكله دي مع المملكه. وبتحس رفتاليا ان ريشيا مكتئبه شويه بعد معامله بطل القوس ليها. وبيروح نوافومي مع فريقه عند تاجر السلاح عشان يجهز نفسه وفريقه بالسلاح. وكمان بيحاولوا يرفعوا الروح المعنويه لريشيا، فبتاخدها معاها عند بائع الخدم وبتعرض عليها انها تبقى في خدمه نوافومي وده هيزيدها قوه. فبتفكر ريشيا شويه وبتوافق في النهايه، وبتطلب ريشيا من نوافومي انه يدربها عشان تقدر تبقى اقوى وترجع لبطل القوس. وبيوافق نوافومي، وتاني يوم بيتحركوا للمكان اللي هيتقابلوا فيه مع الملكة وباقي المماليك عشان يحلوا مشكلة سلحفاة الروح. واثناء طريق نوافومي كان بيشوف ناس بتهاجر من المنطقة اللي فيها السلحفاة، وبتتواصل فيتوريا مع فيلو وبتقول لها تبلغ نوافومي ان الاختيار صح بس لازم يحاول يصلح علاقته الاول مع باقي الابطال. فبتسأله ريشيا ايه اللي هيحصل لو هو ما صلحش علاقته مع باقي الابطال. فبيصدمها نوافومي ان فيتوريا هتقتل كل الابطال عشان الممالك تستدعي 4 غيرهم. وفي تاني يوم بيوصلوا عند اقرب مملكة لسلحفاة الروح وبيلاقوا كل السكان بيهاجروا منها. وبيكون في اشاعة ان 3 من الابطال ال4 ماتوا. فبتخاف ريشيا على بطل القوس وبتحاول تروح عنده، بس بيوقفها نوافومي وبيسأل فيتوريا لو حد من الابطال مات، فبتقول له لا. وفجأة وحوش كتير بتهاجم السكان، فبيروح نوافومي بسرعة عشان يساعدهم وبيقدر ينقذ كل السكان وبيسحب باقي الوحوش ناحيته وبيقتل عدد كبير منهم، بس عددهم بيزيد فبيستخدم درع الغضب وبيقتلهم كلهم. وبيجوا زملائه بيطمنوا عليه. فجأة بتظهر فتاة قدام نوافومي وفجأة بتطلب منه طلب خطير وهو انه يقتلها، لكن بتختفي الفتاة دي بعد كده فجأة. وبيروح نوافومي لاجتماع المماليك اللي بيتوقعوا ان السلحفاة هتكمل دمار في الارض بعد 2 أو 3 عشان هي دلوقتي نايمة بعد ما دمرت مملكة كاملة بما فيها العائلة المالكة للبلدة. فبينبههم نوافومي انهم لازم يبدأوا التجهيزات حالا عشان مفيش وقت، لكن الموجودين هناك بيستحقروه وبيقولوا له انهم مش محتاجين الابطال ال4 وانهم هيقدروا يدافعوا عن نفسهم. فبيعترض واحد من الملوك على الكلام ده وبيقول لهم ان من غير الابطال ال4 مش هيقدروا يفوزوا. وبيعرف نوافومي ان في 7 ابطال زيه جم من عالم اخر بس هما دلوقتي في قارة تانية ومش هيلحقوا يوصلوا. وفجأة بتدخل عليهم الفتاة اللي ظهرت الصبح وبيطلع ان اسمها هوراي، وكمان هي تعتبر تجسيد لسلحفاة الروح زي باقي الوحوش اللي ظهرت، بس هي رتبتها اعلى منهم عشان كده هي شبه البشر. وبتكون مهمتها انها تنشر الحروب بين المماليك عشان تزيد قوتها وتخليها تقدر انها توقف الموجات الكارثية. ولو فشلت الخطة دي الوحوش هتبدأ تظهر، ولو فشلت الوحوش في القتل السلحفاة نفسها هتتحرك وهتبدأ تقتل. بس بسبب ان في حد كسر الختم بتاع السلحفاة هي بدأت تتحرك وبتقتل. وبتقول لهم ان السلحفاة بتتحرك للاماكن اللي فيها سكان كتير، وهي هتوفر اي معلومات عن اللي كسر ختم السلحفاة عشان يحاربوه وينتصروا عليه. والطريقة الوحيدة لقتلها هو انك تقطع راسها. وبيتعصب واحد من الملوك وبيكون عايز يقطع راس هوراي، بس بتقول له ان مفيش فايدة من قطع راسها عشان هي هتظهر تاني. وبيرجعوا يختلفوا على مين اللي هيكون قائد عام يدير المواجهة اللي جاية، لكن نوافومي بيقول لهم انهم هينفذوا
بينفذوا اقتراح اي حد يقلل من عدد الضحايا، ولو مفيش هيروح مع فرقته ويقاتل السلحفاة لوحده وبينسحب من الاجتماع. وبتيجي هوراي وبتتعرف على فريق ناوفومي في نفس الوقت، وبيقف ناوفومي لوحده وبتجيله رفتاليا وبتطلب منه ما يتضايقش من خلاف الاجتماع، وانه لازم يفكر في خطة محكمة مع الملكة وفيلو ويعرضها على باقي الملوك، وكده هما مش هيقدروا يرفضوها. والخطة هي انهم يستدرجوا السلحفاة لمكان ويثبتوها، وكمان هينزلوا قلعة قديمة عشان يتمركزوا فيها، وبيقولوا في الاخر الطريقة اللي هيقطعوا بيها رقبة السلحفاة. وبيقترح ناوفومي انهم يروحوا المكتبة ويكتشفوا كل المعلومات عنها، وبدأت التجهيزات استعدادا للمواجهة، وبيعرفوا ان السلحفاة بدأت تنشط من جديد، وبدأت الملكة واللي معاها يستعدوا لمواجهتها، وبنشوف الجيوش وهي بتستعد للمعركة بكل حماس. وبيمر ناوفومي من جنب الجنود وهو شايل علم عشان يزيد من معنوياتهم، وبتبتدي المواجهة ضد السلحفاة. بعد كده بيسحب كل الوحوش ناحيته عشان يخلي الجنود تعدي بسلام، وفي نفس الوقت بتكون السلحفاة قربت من فخ الجنود وبتدخله كمان، فبيهاجمها الجنود بس من غير اي تأثير، وبيحاولوا معاها بكل الطرق وبأسلحة مختلفة ولكن بدون فايدة، فبيركزوا الضرب على رجليها لكن برضه مفيش اي فايدة. في نفس الوقت الضحايا بتزيد وسط الجنود لحد لما بيفرقع واحد من القادة قنبلة وبتوقع صخور كتير على السلحفاة وبتثبتها في الارض، وكل اللي فاضل دلوقتي هو انهم يقطعوا راسها بسرعة. بس بتفتكر هوراي حاجة، واللي بتكون ان السلحفاة لما بتقع وما بتقدرش تتحرك بتستخدم هجوم من بعيد. ولسه ناوفومي هيحذر الجنود انهم يقربوا منها، بيلاقي ان السلحفاة قتلت عدد كبير جدا منهم، وبيشوف ناوفومي حاجة فبيقرر انه يروح بنفسه عند السلحفاة، وبيطلع ان السلحفاة ما بتهاجمش المناطق القريبة منها، عشان كده هو راح ناحيتها باقصى سرعة، وبيبعت رسالة مع جندي للملوك انه هيقطع راس السلحفاة بنفسه. بس فجأة بيظهر وحش في طريق ناوفومي، فبتوقفه هوراي بقدرتها وبتفضل مع الجنود عشان تحميهم من الوحش. وبيكمل ناوفومي طريقه للسلحفاة وبيلاقي ان الجنود قدروا انهم يعملوا فتحة في رقبة السلحفاة، فبيستغل الفرصة دي وبيخلي رفتاليا وفيلو يهاجموا الفتحة دي، بس قوتهم مش كفاية، فبيستخدم درعه لكن برضه مش كفاية، فبتظهر هوراي وبتزيده قوة، وفي الاخر بيقدروا يقطعوا رقبة السلحفاة وبيفرح كل الموجودين. لكن بشكل غير متوقع هوراي ما اختفتش، وده معناه ان السلحفاة لسه عايشة، وبتحكي ريشيا قصتها وانها كانت عايشة في قرية صغيرة مع اهلها، وكان كل اهل القرية بيحبوهم لحد لما دخل عليهم واحد من النبلاء وخطفها عشان شوية ديون على اهلها، فرضها عليهم النبيل الشرير، وفضلت محبوسة لحد لما وصل بطل القوس وانقذها هي وابوها وامها بعد ما كشف للعالم كله ظلم النبيل. عشان كده هي بتحبه ونفسها تفضل تساعده دايما. وبيجي ليهم ناوفومي وبيقول لهم انهم هيتحركوا بكره ناحية ظهر السلحفاة، وده عشان يدوروا على نقطة ضعفها ويتأكدوا من القضاء عليها نهائيا والا هترجع تاني. ولما بيقربوا بتشوف هوراي انها بتتعامل كويس من ناحية الجنود، وبتعرف السبب هو انها عشان بتحارب مع بطل الدرع وانها انقذت ارواح جنود كتيرة قبل كده. بيسألها ناوفومي لو افتكرت حاجة بس بيكون ردها لا، فبيقرر انه يخيم هنا عشان يرتاحوا شوية. وبالليل بتسأل هوراي ريشيا لو كانت بتحس بالوحدة وهي بعيدة عن عيلتها، فبترد انها في الاول كانت بتحس بيها، لكن بعد ما قابلت بطل القوس الشعور بالوحدة بدأ يختفي، ودلوقتي هي مش مع بطل القوس ومش عارفة تساعده. فبتقول لها ريشيا ان مساعدتها لناوفومي شيء عظيم جدا عشان كده ما تزعلش. وفجأة بتحس هوراي بشيء غريب، وبيجي ناوفومي بيقول لهم ان الضباب اختفى، وبتدلهم هوراي على طريق قرية مدمرة بالكامل. وفي تاني يوم بيوصل الجنود وبيشيلوا الجثث وبيدفنوها، وبتيجي الملكة لناوفومي وبتعرفه ان اتباعها لقوا معبد قديم وبتطلب منه يجي معاها. فبيروحوا وبيعرف ناوفومي ان هنا كان موجود الختم بتاع السلحفاة، وبيشوفوا رسومات على الحيطة وبتكون ريشيا قادرة تقرأ الكلام اللي مكتوب، بس ما بيكونش فيه كلام مهم لحد لما بتوصل ريشيا لكلام مش قادرة تفهمه، وبتنادي لناوفومي عشان تقريبا الكلام ده مكتوب من ابطال كانوا موجودين زمان. فبيبص عليها ناوفومي وبيكتشف انها اللغة اليابانية، بس بيكون معظمها ممسوح، ولكنه بيقدر يقرأ 3 كلمات واللي هما ختم وسابع ويحطم. وبيشك ناوفومي ان كلمة سابع ليها علاقة بالعداد اللي وقف على رقم 7. وفجأة بتفتكر هوراي حاجة، بس قبل ما تقولها بيكون المكان هينهار، فبيخرجوا بسرعة. وبتقول لهم هوراي انهم لازم يدخلوا جسم السلحفاة ويدمروا قلبها، وان في مدخل جوه بيوصل لقلبها. فبيأمر ناوفومي فيلو ورفتاليا وهوراي يجوا معاه والباقي هيروح للجيش، بس بتعترض ريشيا عشان هي عايزة تساعدهم. فبيوافق ناوفومي ان ياخدها معاه، وبيقدروا يدخلوا جسم السلحفاة وبيفضلوا ماشيين فيه لحد لما بيلاقوا حد بيهاجمهم فجأة، وبيطلع انهم شوية مغامرين. ولما بيكونوا عايزين يمشوا بيوقفهم ناوفومي وبيخليهم يظهروا على حقيقتهم، وبيطلع انهم لارك وتريسي وكانوا متنكرين وكمان معاهم جلاسي. وفجأة بنشوف هوراي وهي في مكان مليان ضباب، وبتفضل تسأل نفسها هي بتعمل ليه كده وليه بتساعد الناس وليه عندها عواطف اساسا. وبيقطع تفكيرها ضحك شخص واقف قدامها، وبنرجع لناوفومي تاني وهو بيسأل لارك بيعمل ايه هنا مع فريقه.
فبيقول لها انهم هنا عشان مهمه تانية واللي هي قتل الشخص اللي بيتحكم في السلحفاه، والشخص ده جه من العالم بتاعهم زي ما قالت هوراي. وبيعرف نوفومي ان هدف الشخص ده انه يتحكم في العوالم عن طريق احتكار الوحوش لنفسه، وده مخالف لقوانين العالم وهيسبب دمار لكل العوالم الموجوده ولازم يقضوا عليه. وبيعرض لارك على نوفومي انهم يتعاونوا على قتل السلحفاه، بس بيرفض نوفومي عشان مصيرهم انهم هيقتلوا بعض في النهايه، وبيقول لهم انه مش هيحاربهم لو ما وقفوش في طريقه، وبيمشي كل واحد من طريق وبيفضلوا ماشيين وبتكون هوراي هي اللي بتوجههم. وبعد فتره من المشي بيلاقوا ساعه رمليه مسؤوله عن تجديد طاقه السلحفاه، وبعد كده بيوصل لارك واللي معاه لقلب السلحفاه، وكمان نوفومي بيوصل لقلبها، وده معناه ان السلحفاه عندها اكتر من قلب وقلب واحد بس هو اللي حقيقي. وبيلاقوا الشخص اللي بيتحكم في السلحفاه وبيعرفوا ان اسمه كيو. وكمان بيعرف نوفومي من كنزي ان لارك وفريقه وقعوا في الفخ وعمالين يقطعوا في قلوب مزيفه، وبيطلب منه نوفومي انه يلغي تحكمه، بس كيو بيرفض وبيختفي بعد كده، وبتظهر عيون على القلب وبتهاجم نوفومي وفريقه، وبيعرفوا ان انظمه الدفاع عن القلب اشتغلت، وهنا بتهاجم فيلو ورفتاليا وبيدمروا القلب. بس بيطلع ان هوراي لسه ما ماتتش، لكن افتكرت كل حاجه عن السلحفاه وعن نفسها، فبتستخدم قدراتها وبتفتح ليهم مكان يخرجوا من السلحفاه، وبيكون كيو هناك وبيقول لهم ان نوفومي اكتشف حقيقه هوراي متاخر، والا ما كانش قطع المسافه دي كلها ومعاه فريقه. والحقيقه هي ان هوراي مش تبع السلحفاه ولكن هي السلحفاه نفسها، وبترجع السلحفاه تتحرك تاني، فبيستعدوا الجنود عشان يوقفوها، لكن المره دي لازم يدمروا راس السلحفاه وقلبها في نفس الوقت. لكن لما السلحفاه بدات تهاجم بتظهر فيتوريا وبتحمي الجنود وكمان بتهاجم السلحفاه، وبيكتشف نوفومي ان باقي الابطال محبوسين وكيو بيستخدمهم كطاقه للتجديد، وبيعرف كمان ان فيتوريا وصلت وبتحمي الجنود من السلحفاه بس مش تقدر عليها لوحدها. وفي نفس الوقت بيوصل لارك وفريقه وبيبقوا كلهم على كيو، فبيستخدم كيو سحره وبيهاجم، لكن نوفومي بيصد الهجوم وبتهاجمهم فيلو ورفتاليا بس درعه بيكون قوي جدا، لحد لما كيو بيستخدم سحر الجاذبيه وبيقعدهم كلهم وبيقول لهم انه دلوقتي هيدمر العالم كله. بس فجاه بتقوم ريشيا بمهاجمته وبتقدر تتحرك تحت سحر الجاذبيه وبتجري على كيو بس هو بيتفادى الهجوم، وهوراي بتستخدم قدراتها عشان تدي نوفومي شويه من قدرات السلحفاه، فبيقدر انه يلغي الجاذبيه، وبيقول لهم نوفومي يهربوا كلهم بس رفتاليا وريشيا يفضلوا، وبتفضل ريشيا تقاتل كيو وبتكون اقوى منه، وبتحرر ريشيا باقي الابطال وبتصد كل ضربات كيو، وبتطلب هوراي من نوفومي انه يقتلها، وبتبقى خطتهم ان فيتوريا تقطع راس السلحفاه ولارك يدمر قلبها ونوفومي يدمر الجوهر في نفس الوقت، بس ما بيلحقش يفهم عشان الدرع بيتحرك لوحده وبيدمر الجوهر، والمره دي بتموت ريشيا، لكن كيو بيكون خلص مهمته فبيفتح بوابه وبيهرب وبيروح ورا لارك وفرقته، وبعد ما بيودع نوفومي هوراي بيروح وراه، وبيفوق نوفومي بيلاقي انه في سجن ومعاه ريشيا، فبيسالها عن رفتاليا وفيلو بس هي ما كانتش عارفه حاجه، وبيلاحظ نوفومي ان درعه شكله غريب، وفجاه بيلاقي انه بقى في المستوى الاول هو وريشيا، وبيشكوا ان اللي عمل كده هو كيو، وفجاه بتخرج رفتاليا من كومه القش بس بيكون جسمها صغير عشان هي برضه في المستوى الاول، وبيكون السيف بتاع رفتاليا تقيل عليها يعني مش هتقدر تقاتل بكل قوتها، وبيخرجوا من السجن وبيلاقوا نفسهم قدام البحر، لما بيبصوا وراهم بيختفي السجن نهائيا، ما بيفضلش غير بوابه لوحدها، وبيلاحظ نوفومي ان المكان ده غريب عشان في امواج من غير رياح، وكمان بسبب ان مفيش حاجه بعد البحر، فبيقرروا يدخلوا الغابه، ولما بيمشوا شويه بيظهر قدامهم وحش، فبيمسكوا نوفومي وبتقتلوا رفتاليا، وبيبدا مستواهم يزيد واحده واحده كل ما بيقتلوا في الوحوش، بس فجاه بيظهر قدامهم وحش قوي جدا بيخرج من الميه وبيضرب رفتاليا، فبيقف قدامه نوفومي وبيقول لهم يهربوا عشان مش هيقدروا يهزموه دلوقتي، لكن بتحاول رفتاليا وريشيا انهم يقتلوه بس ما بيقدروش، وبيهاجم رفتاليا بس فجاه بتظهر خيوط وبتدمر الوحش، واللي دمر الوحش بنت بتظهر فجاه واسمها كيزونا، وهي واحده من الابطال الاربعه في العالم ده ولقبها بطله الصيد، وكمان بتطلب انها تتعرف على نوفومي واللي معاه، وبتاخدهم كيزونا للسجن تاني عشان يعالجوا نوفومي، وبيعرفوا ان كيزونا محبوسه هنا بسبب انها كانت اسيره للعدو، فبيسالها نوفومي لو هي محبوسه هنا يبقى مين بيتعامل مع الموجات، لكن بتكون كيزونا مش عارفه اي حاجه عن الموجات، وبيعرف نوفومي انها تعرف جلاسي وانها من اعز اصحابها، وما بيكونش نوفومي عايز يثق فيها بعد ما عرف انها صديقه جلاسي، فبتخرج كيزونا سيفها وبتهاجم رقبه نوفومي، بس هو ما بيحصلوش حاجه، بتفهمه ان اسلحتها ما بتقدرش تاذي البشر وبيروحوا عشان ياكلوا، ولما بيخلصوا بيبلغ نوفومي كيزونا انهم هيمشوا، بس بتقول لهم ان ده مستحيل بسبب انهم في سجن زمني يعني مفيش حد يقدر يخرج منه، بس نوفومي بيكون مصر انه يدور على مخرج، فبتعرض عليه كيزونا انها هتاخده في جوله في الجزيره عشان يدور على المخرج، وفي تاني يوم بيفضلوا ماشيين في الجزيره وبيدخلوا من بوابات كتير، وكل بوابه بتخرجهم لمكان تاني لحد لما بيوصلوا للمكان اللي المفروض انه يبقى نهايه السجن، وهو عباره عن باب بيربط السجن بالجزيره، بس لما بيحاول نوفومي يعدي ما بيقدرش وكأن في حيطه بتمنعه، ولما بيفكر نوفومي شويه بيعرف ان الفتحه دي تعتبر
تعتبر خطأ في النظام، فبيطلب من كيزونا تصنع له حاجة فبتصنعها واللي بتكون قنبلة، وبيرمي نوفمي القنبلة على البوابة وبيخلي رفتاليا وريشيا وكيزونا يمسكوه، وفي الاخر بيقدروا يخرجوا من السجن الزمني لمكان تاني. وبتبقى كيزونا فرحانه جدا انها خرجت عشان هي فضلت محبوسه سنين طويله، وبيبداوا كلهم يخرجوا من المكان اللي كانوا فيه وبيمشوا في الغابه، وبيكون فاضل على الموجه الكارثيه 10 ايام، ولازم نافومي يلاقي فيلو ويرجع العالم بتاعه قبل 10 ايام. وكمان نافومي بيدور على فيلو وبيعرف انها مش قريبه منهم، فبتعرض عليهم كيزونا انهم لو عايزين يلاقوا فيلو ممكن يروحوا للبلد بتاعتها، بس الطريق اللي هناك طويل جدا، وحل المشكله دي انهم يستعملوا الانتقال الآني، بس هي محتاجه اداه معينه، عشان كده هم لازم يروحوا للساعه الرمليه اللي في البلد دي وينتقلوا بيها. وبيوصل نافومي لمدينه قريبه وبيشوف نافومي هناك اجناس كتيره غريبه ومختلفه، وبيروحوا مطعم عشان ياكلوا، وبيحاولوا يفكروا في طريقه عشان يكسبوا فلوس، فبيخرج نافومي دواء بيزيد من قدراتهم، وبيقرروا انهم يبيعوا الدواء ده للاشخاص اللي عايشه هنا. وتاني يوم بيتنكروا كلهم وبيقعدوا في السوق عشان يبيعوا الادويه. في الاول محدش بيشتريها، بس لما يجي واحد بيجربها وبتنفع بيبقى الطلب عليها كبير جدا، وبيبيع نافومي الكميه كلها وبيكسب فلوس كتير. فبيروحوا بعد كده للغابه عشان يزيدوا من مستواهم. وتاني يوم بيعمل نافومي مزاد علني عشان يبيع الجرعات وبيكسب فلوس اكتر، وبيروحوا يشتروا هدوم ومعدات جديده، وكمان بيشتري نافومي رخصه مرور. ولما بيقرب من المكان بتاع الساعه الرمليه بيلاقي ناس كتيره هناك وحراس كمان، فبيقف نافومي وسط الناس وبيسالهم عن اللي بيحصل، وبيعرف ان في ساحر عبقري ظهر واسمه كازوكي، وقدر ان يلاقي طريقه جديده عشان يستعملوا بيها الساعه الرمليه. وبيكون نافومي شاكك ان الساحر ده ممكن يكون كيو، ولما نافومي بيشوفه ما بيطلعش هو، بس بيشك ان ممكن يكون هو ولكن متنكر. وبيروحوا كلهم بعد كده على فندق عشان يرتاحوا شويه، وبيتفقوا انهم بالليل هيروحوا للساعه الرمليه عشان يتنقلوا، فبيتسللوا لهناك بس بيطلع انه فخ، وبيبقوا متحصرين، وبيفضلوا يجروا لحد ما بيقدروا يهربوا منهم، وبيتقسموا الفريقين. نافومي ورفتاليا هيدوروا على الساعه الرمليه، اما كيزونا وريشيا هيلفتوا انتباه الجنود، وبينفذوا الخطه. وفعلا بيلاقي نافومي الساعه الرمليه، بس بيقابلوا في الاخر كازوكي وهو اللي شافوه الصبح، وبيطلع انه فخ تاني. وفجاه بيتحاصروا من الجنود، وبيطلع ان كازوكي ده شغال مع كيو، وبيهاجم الجنود نافومي بس هو بيطيرهم كلهم. وبتظهر كيزونا وريشيا فبيأمرهم نافومي يجروا ناحيه الساعه، وبيهاجمهم الحراس بس هي بتتفاداهم، وبيوصلوا كلهم عند الساعه الرمليه. فبتشغل كيزونا تقنيه الانتقال الآني، بس فجاه التقنيه ما بتشتغلش على رفتاليا، ودي بتكون خطه كيو اللي بيكلمهم ويقول لهم انه ساب ليه رفتاليا مخصوص عشان يشوف الياس على وشه في اللحظه دي. وبتنقل نافومي مع الباقي وما بيقدرش ياخد رفتاليا معاه. وبيوصل نافومي مع ريشيا وكيزونا للبلد التانيه، وبيطلب نافومي من كيزونا وهو متعصب انها ترجعهم حالا، بس بترفض عشان اكيد ده فخ. لكن نافومي بيكون مصر انه يرجع، ولما بتحاول كيزونا انها ترجعهم ما بتقدرش، وبتقول لنافومي انها تعرف شخص هيقدر يلاقي رفتاليا بسرعه. وفجاه بيجي شويه ناس واللي بيكونوا عارفين كيزونا فبيرحبوا بيها. وبنروح للمكان اللي في فيلو، وبيطلع انها عند تاجر خدم، وبيحط تاجر الخدم ختمه على فيلو فبتظهر بشكلها الحقيقي، وبيبقى التاجر ناوي يبيعها بثمن كبير. وعند كيزونا بيسالها الناس هناك ازاي هربتي، فبتقدم لهم نافومي وبتقول لهم انه بطل الترس ومن عالم اخر، فبيخاف منه الناس وبيبعدوا عنه. وبيطلبوا من كيزونا انها تبعد عنه برضه عشان هو عايز يدمر العالم بتاعهم، بس هي بتفهمهم ان هو اللي انقذها. وبيشوف نافومي نظرات الناس ليه فبيتعصب وبيقرر انه يمشي. وبيقابل في طريقه واحده اسمها اسنو، وبنكتشف انها من اللي بيستخدموا الاسلحه المتقدمه، وبتاخدهم لمكان فيه بطريق صغير، وبتعرفوا كيزونا وبتقول لهم ان اسمه الشينيجامي، والشينيجامي بيقدر يلاقي اي حد لو بس معاه اي حاجه من ريحه الشخص ده. فبيخرج نافومي شعر رفتاليا وبتبدا التعويذه، وبيكتسب نافومي درع الشينيجامي وبيخرج دبدوب شبه رفتاليا، وبتطمنهم كيزونا انه ما دام الدبدوب ده حي يبقى رفتاليا لسه عايشه. وكده نافومي بيكون مستعد عشان يلاقي رفتاليا وفيلو، وبيسال نافومي الشاب لو هو بشري، فبيرد الشاب وبيقول له لا، وبيبان على شكله الحقيقي واللي هو ارنب، وبتكون مهمته وقدراته شبه اللي عند فيتوريا. وبياخدهم بعد كده الارنب للمركب الفضائي بتاعه، وبيقول لهم انهم هيقدروا يروحوا لاي مكان بالمركب دي، وبيوصلهم الارنب لمكان قريب من رفتاليا. فبيدخلوا المدينه، وفجاه بيسمع نافومي صوت فبيجري ناحيته، وبيطلع انه صوت فيلو، وفعلا بيلاقيها وبيسمع صوتها وهي بتستغيث، وبيغضب وبيكون هيستعمل درع الغضب، بس بتهديه ريشيا وكيزونا وبيقولوا له انهم هينقذوها بالليل. وفعلا بيروحوا بالليل لنفس المكان، وبيفضلوا يدوروا عليها لحد لما بيلاقوها، وبيقدروا يكسروا الختم اللي عليها. وبيجي صاحب المكان وبيواجه نافومي، وبيعيشوا كوابيس لدرجه ان الراجل بيغمى عليه. وبيروحوا بعد كده للغابه عشان يرتاحوا، وتاني يوم بيرجعوا للمدينه عشان يكملوا رحله البحث عن رفتاليا. وبتسال فيه نافومي عن الدبدوب ده، فبيرد انه شينيجامي مصنوع من شعر رفتاليا عشان نقدر نلاقيها، وبيسميه راف. وفجاه لما بيكون نافومي واقف بيلاقي ان احصائيات رفتاليا اختفت، بس اللي بيطمنه ان راف لسه موجود، فبيستنتج ان
ختم الخدم اتشال من على رفتاليا، وبنروح لرفتاليا وبنشوفها وهي في السجن، وهناك بتقابل بالصدفه لارك واصحابه، واللي كمان هم بيتعرفوا عليها بصعوبه، وبتعرض عليهم انهم يتعاونوا سوا عشان يخرجوا من هنا وينتقموا من كيو وكازوكي. وبتحكي لهم رفتاليا انها كانت في السجن الزمني مع نوافمي وريشيا، فبيستغربوا انهم قدروا يخرجوا من السجن ده، وبيغضبوا لما بيعرفوا ان صاحبتهم كيزونا كانت في السجن الزمني، بس بيهدوا لما عرفوا انها خرجت، وبيقرروا انهم يرجعوا رفتاليا لنوافمي. وبالليل بيعرفوا يخرجوا من السجن بمساعده رفتاليا، واللي استخدمت سلاح الوهم مع الحراس وبيهربوا للغابه، وبتكون مهمتهم دلوقتي انهم يوصلوا لنوافمي وكيزونا. وفي تاني يوم بيروحوا للمدينه وبيشتروا هدوم واكل، وبتاكل رفتاليا بشراهه لانها بتكون جعانه جدا. بعد كده بيروحوا عشان يزيدوا من مستوى رفتاليا، وبيقعدوا يرتاحوا في فندق لحد الصبح، وبعد كده بيتحركوا ناحيه الساعه الرمليه، وبيعرفوا ان في شخص المفروض هيجي من عالم تاني وهيستخدم سلاح مخصوص زي لارك ونوافمي، وكمان السلاح هو اللي هيختار صاحبه. فبيروحوا عشان يعرفوا مين الشخص ده، واللي بيطلع انه كازوكي. وبيروح كازوكي وبيسحب السيف، بس السيف بيرفضه، وفجاه بيظهر السيف في ايد رفتاليا، فبيهربوا كلهم، وبيطلع ان ده هو السبب اللي خلى ختم رفتاليا يتمسح. ولما بتكون رفتاليا واقفه تستريح شويه بيكبر جسمها، فبتكمل هروب قبل ما يلاقيها الجنود، وبتجري رفتاليا ناحيه معبد على امل انها تلاقي نوافمي في اي مكان، وبتشوفها واحده هناك فبتاخدها وبتخبيها من الجنود عشان هي المفروض بطل البلد دي. بعد كده بتخرج رفتاليا للجنود اللي بره وبتقابل كازوكي، فبيأمرها تسلمه السيف وهو هيقتلها من غير ألم، بس تقريبا هو ما كانش في وعيه وهو بيطلب الطلب الغريب ده، وبيهاجم كازوكي رفتاليا اللي بتهاجمه، وفعلا بتقدر تصيبه. بعد كده بتلاقي نمرين فبتقتلهم بسهوله، وبتجري على كازوكي وبتصيبه، وبتبلغه ان يقول لكيو ان نوافمي جاي عشان يواجهه ويقضي عليه. وبتلاقي في وشها نمر كبير ما بتقدرش انها تواجهه، وبتتمنى لو يظهر نوافمي، وفعلا بيظهر وبينقذها من النمر. وبعد لما بيخلص نوافمي على الوحش بيطمن على رفتاليا، وبيوصل لارك واصحابه عند نوافمي وكيزونا، واللي بتفكر وبتقول ان الموجه الكارثيه باقي ليها 3 ايام بس، وانها مش متاكده اذا كانت هتعرف تحارب مع نوافمي ولا لا، لانها جايه في الاساس عشان تقضي على التنين الامبراطور مش عشان الموجات الكارثيه. وبنشوف كازوكي واللي بتكون البنات بتعالجه، وبيجي كيو بيستفزه بالكلام فبيغضب كازوكي، وبيقول له انه هيقتل نوافمي في المره اللي جايه، بس لما بيتحرك بيتفصل جسمه بسبب ضربه رفتاليا وبيموت. وبتيجي واحده لكيو بتقول له انها هتقضي على بطل الدرع واللي معاه، وبتطلب منه يركز هو بس على التجارب بتاعته. وبنشوف كيزونا وهي بتسال واحده من فريق لارك عن سبب وجودهم في عالم نوافمي، فبيحكوا لها عن كل حاجه، وده بيسبب غضبها منهم، وانهم بدل ما يفكروا في طريقه يقتلوا بيها نوافمي كانوا يفكروا بطريقه يوقفوا بيها الموجات الكارثيه. عشان كده هي هتدور على طريقه تنقذ العالم بتاع نوافمي والعالم بتاعها. فبيسالها نوافمي لو ما كانش في طريقه عشان تنقذ بيها العالمين من غير ما تدمر عالم فيهم، وبتقول له انها هتفضل تدور لحد لما تلاقي، وبتطلب من نوافمي يساعدها، وهي كمان هتساعده انه يقضي على كيو. وبعدها يرجعوا مره تانيه وبيروحوا لتاجرة سلاح اسمها رومينا، وبيعرضوا عليها سيف رفتاليا اللي بيبقى محتاج غمض، وكمان دروع نوافمي وفرقته، وبيطلبوا منها تصلحهم. وفجاه بيسمعوا صوت دوشه، فبيخرجوا بيلاقوا البنت اللي كانت مع كيو هي السبب في الصوت، وبتقول لهم ان اسمها يوموجي. وبتقف يوموجي قدام كل الابطال دول وهي ناويه تقتلهم كلهم، وبتهاجمهم وهي بتحاول انها تخليهم يقتلوها واحد ورا التاني، بس الخدعه دي ما بتنفعش، وبتهاجمها رفتاليا ونوافمي بيحمي الباقي، وكمان بيهاجمها لاركو وفريقه برضه. فبتتراجع شويه وبتفعل حاجه على سيفها، وبتقول لها كازونا انها لو مش عايزه تموت يبقى لازم تسيب السيف ده حالا. فعلا بيعرفوا يوقعوها وبيبعدوا السيف عنها، بس السيف بيخرج اطرافه وبيمسك في البنت، فبتدمر كيزونا الاطراف وبيطير نوافمي السيف بعيد وبينفجر. ولما بتهدى الاوضاع بتفهم كيزونا البنت ان كيو كان عايز يقتلها ويقتلهم بالسيف ده، فبتكدبهم وبتقول ان كيو بيعمل كل التضحيات دي عشان يقدر يوقف الموجات. وبتروح يوموجي مع كيزونا لبيتها عشان تقدر تعرف منها الطريقه اللي كيو بيحاول يوقف بيها الموجات، وما بيكونش نوافمي راضي عن اللي بيحصل، فبيمشي مع فرقته وبيروح مع لارك والباقي عشان يجهزوا للهجوم على قاعده كيو. وبتدخل كيزونا مع يوموجي وبتعاملها بلطف، وبتقدر كيزونا انها تقنع البنت انهم مش عايزين يقتلوا كيو انما يعرفوا هيوقف الموجات ازاي، وبتوافق البنت انها تساعدهم وتوصلهم لكيو. وبيستلم نوافمي الدروع بتاعته هو ورفتاليا وفينو من تاجرة السلاح. وفجأة العد التنازلي للموجات بيخلص، وبيطلع ان كيو هو السبب، لان ما كانش بيحارب الموجات زي ما كان بيوهم يوموجي، لكنه كان السبب في تكوينها اصلا. وبيعرف نوافمي ان ياركو وفريقه راحوا عشان يقتلوا الموجات، وكمان بيلاقي نوافمي يوموجي هناك فبيمسك فيها عشان شك انها كانت عارفه خطط كيو، وهي فعلا بتكون عارفه بس هي دلوقتي حاسه بالندم. فبيسالها نوافمي عن خطه كيزونا، فبترد انه مطلوب منه يوقف كيو وهي هتساعده. وبيوصلوا اخيرا عند كيو، وبيفضلوا ماشيين في مختبره لحد لما بيلاقوا شويه حراس ومعاهم الاسلحه اللي بتنفجر، وبتضربهم رفتاليا لكن الاسلحه بتكون هتنفجر، فبيحميهم نوافمي كلهم. وبيظهر كيو قدامهم وبيبقى معاه كازوكي بعد ما تحول لزومبي، وبيمشي كيو فبيروح وراه نوافمي وريشيا، والباقي بيقاتل الزومبي. وبيوصل نوافمي مع ريشيا لكيو اللي بيكلمه عن مدى قوته،
فبيسكتوا نافومي وبيستخدم درع الغضب، وبيفضل كيو يستفز نافومي وده بيزيد من قوة الدرع، وبتخرج قوة نافومي عن السيطرة بسبب كمية الغضب، وبتحاول ريشيا تهديه بس هو بيخنقها وبيفضل يقول لها كلام جارح. فبتقول له ريشيا انها راضية عن كل اللي هو قاله، بس رافتاليا وفيلو مش لازم يشوفوه بالمنظر ده، وبتؤمر الشيء اللي مسيطر على نافومي انه يخرج. فبيسيبها نافومي وبيبدأ يتألم بسبب الدرع، وبيغضب كيو وبيهاجمها، لكن هي بتصد كل ضرباته وبتوصل للسيف قبله. فبيستخدم سحر الجاذبية لكن بدون فايدة، وبيرجع يهاجمها تاني وهي بتحاول انها تخلي نافومي يفوق من غضبه، بس بتظهر فجأة هوراي وبتقول له انه مش محتاج يعمل كل ده وبتطلب منه يهدى. ولما بيفوق نافومي بيلاقي رافتاليا وفيلو جنبه، وبيستخدم درع سلحفاة الروح وبيهاجم كيو اللي هو كمان بيهاجم، بس قوة نافومي كانت اقوى عشان كده بيقدر يكسب وبيموت كيو، وبكده يكون قضى على السبب في تكوين الموجات الكارثية، وكده مهمته تكون انتهت في العالم ده. عشان كده بيقف يودعهم قبل ما يرجع للديار مرة تانية، وهناك الملكة بتمنحه ميدالية عشان هزيمته لسلحفاة الروح، وكمان بتديله لقب امير. وعرف ان الابطال الثلاثة موتو واسكي ورين اتعاملوا معاها عشان ينقذوا سمعتهم، وان في تحديات تانية جاية، لكن هو واثق انه هيقدر يتغلب عليها لانه بطل الدرع. وبكده تكون انتهت حكاية البطل نافومي. لو عجبك الملخص ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، وفي النهاية ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكاية جديدة، والسلام.